السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي تاني سنة، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في أي حاجة صلوا على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. بكل بساطة النهاردة الحصة الأولى، يعني الدرس الأول من منهج تانية سنة والترم التاني. منهجنا سهل وخفيف، منهجنا عبارة عن وحدتين، كل وحدة فيها 3 دروس، يعني المنهج كله 6 دروس. والنهارده الدرس الأول علشان لو أنت ما فتحتش المادة قبل كده، الموضوع خفيف جدا وسهل جدا. وزي ما أنا كنت بشرح على المنصة وعامل مجهود عليها، المنصة بتاعتنا منصة ميسيو سعيد جمال، سيب لك لينك برضه المنصة تحت في الديسكريبشن. وناس كتير زعلت علشان كنا عايزين نشرح منهج على يوتيوب، وانا الترم الاول ما عملتش الكلام ده، فانا الترم التاني بقى هشرح لكم المنهج كامل على يوتيوب. ومش بس كده، اشرح لك المنهج كامل ال6 دروس. وكمان يا باشا النهارده الحصه الاولى، استنى بقى الحصه الثانيه مش هنطول عليك وهننزلها لك على طول. وبعد ما نخلص المنهج مش هنشرح بس، هنعمل لك 4 حاجات كمان اجمد من بعض: ورشه حل كامله على القطع، ورشه حل كامله على سؤال الموقف، وعلى سؤال القواعد، وعلى سؤال الايميل والموضوع ازاي تحل الحاجه، واسئله كتير عليها، ورش حل كتير. يبقى انت كده عندك 10 فيديوهات، يعني 10 حلقات. تمام. بعد كده هنسلمك الامتحانات، هنظبطك كتير في الامتحانات ونحل معاك امتحانات. وكمان مش كده وبس، هنسلمك مراجعه ليله الامتحان عشان تدخل ثالثه ثانوي وانت مطمن وحاطط في بطنك بطيخه صيف. طب لو انت ما كنتش قبل كده في الترم الاول او الترم الثاني مثلا، بتسمعني دلوقتي متاخر او هتسمعني ايام الامتحان وتلم الدنيا سريعا، ولا تزعل ولا تضايق نفسك. عملنا لك بقى كورس شغالين عليه من دلوقتي، هننزله في شهر 7 بعد ما نسلم حبايب قلبنا ثالثه ثانوي. تمام كده، خلصوا الامتحانات بتاعتهم. احنا بقى نديك الكورس ده فين؟ نديهولك في شهر 7. يظبط لك الكلمات، يظبط لك القواعد، يخليك تنطق في الفرنساوي، يعرفك الفرق بين المذكر والمؤنث، ازاي تحفظ الكلمات، وازاي تكون شاطر تحل مشكله القطع. هنظبط لك الدنيا. هيكونوا كام حلقه كده هننزلهم لك في شهر 7 لاولى وثانيه وثالثه. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا معاكم. ما تنساش بقى اللايك والشير، وشير لكل اصحابك عشان في ناس كتير ضايعه في الفرنش، فمحتاجين ان احنا نجيبهم هنا ونقول لهم الموضوع سهل يعني. بالتوفيق باذن الله. بكل بساطه بقى حابب اكد لك على حاجه جميله جدا. بص على الهاشتاج اللي هو في الفيديو، هتلاقي جواك قدره هتبني الكون. صدقني انت تقدر تعمل حاجات كتير، اهم حاجه تبقى عندك ثقه في نفسك. وقبل ده كله، يبقى عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. خليك واثق في ربنا سبحانه وتعالى ان انت تقدر تكمل الترم ده على خير وتدخل ثالثه ثانوي وتحقق حلمك وتجيب الكليه اللي نفسك فيها. وصدقني ربنا سبحانه وتعالى مش بيضيع تعب حد. احلم، ولو بطلت تحلم لازم تموت. يعني احنا لو بطلنا نحلم نموت احسن. لا، انت تحلم. انا نفسي ادخل الكليه دي، انا هبقى غني، انا هشتغل في المكان الفلاني، انا هجيب طب، انا هجيب هندسه، انا عاوز كليه اعلام، انا عاوز كليه اقتصاد. حسب ما يكون انت نفسك في ايه، ربنا يوفقكم ويحقق لكل واحد اللي بيتمناه. عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثقه في نفسك، ثقه في الهدف بتاعك. انا هوصل يعني هوصل، وربنا يوفقكم. ما تنساش برضو بنعمل سهرة الخميس على يوتيوب الساعة 10 بالليل، بندردش فيها مع بعض ازاي تذاكر وازاي تحل مشكلة الفرنساوي. عندك أي مشكلة في المادة نظبطها لك. يلا بينا، عشان أنا كده طولت عليك تقريبا بقالي 3-4 دقايق بتكلم معاك، إلا ما كانش أكتر يعني. يلا بينا بقى ندخل في المادة بتاعتنا. أول درس عندنا، تمام كده، والوحدة الأولى عندنا بتتكلم عن حاجة اسمها unité 3، اللي هي بقى الوحدة رقم 3. يعني احنا الترم الأول أخدنا وحدتين. تمام. بيتكلم عن ايه دي بقى؟ لو كلوب دي لوكي. اكتب عليها الوحده ديت كده بعنوان الوحده دي: نادي الاناقه، الشياكه، المظاهر. بكل بساطه كده الوحده دي بتتكلم عن اللبس والاكسسوار بتاع اللبس. اللبس بقى بتاع الرجالي واللبس بتاع الحريمي، والموضوع سهل وخفيف. هنتكلم بقى حاجات سهله، حتى دي من الوحدات او من المنهج اصلا بتاع الترم التاني اللي انا بحب اشرحها عشان خفيف. كلمات بقى: بنطلون، تيشيرت، جيبه، بلوزه، بليزر، بلوفر كات، قميص. موضوع خفيف جدا. شورت، مايو سباحه. الاكسسوارات بقى اللي هي الحلق. الموضوع خفيف سهل، حتى الكلمات بتاعتنا هتكون سهله. ونقط القواعد اللي هتكون على الدرس اخف يا باشا. يلا بينا. طب الدرس الاول يا باشا، احنا كده عرفنا عنوان الوحده. الدرس الاول بيتكلم عن ايه؟ يلا بينا بقى كده، سمي الله وما تنساش تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لو سون تمام كده اللي هو الدرس رقم 1، زي ليسون 1 كده. دوموندي يسأل، ايه، ودوني يعطي. تمام كده. son opinion دي هناخدها كمان شويه بمعنى رأي. sur يعني في. دي أداة نكرة ديت كده للجمع، تيجي مع الكلمة الجمع. فيتمون يعني الملابس. الاس ما بتتنطقش والتي ما بتتنطقش والان بتتنطق وهقول لك ليه كمان شويه مع بعض. تمام كده. حاول اظبط لك الدنيا على قد ما اقدر. يبقى يسأل ويعطي رأيه في الملابس، يعني بيدي رأيه في اللبس. سهلة وبسيطة. ده عنوان لإيه؟ عنوان الدرس عندنا. طيب أول حاجة بس مطلوبة مننا إن احنا نعمل إيه؟ نظبط شوية الكلمات. أي درس عموما سواء إنجليزي فرنساوي يبدأ بكلمات. فوكابولير اللي هي الإيه؟ الكلمات. عندنا بقى نوعين من الكلمات: مفرد مذكر ومفرد مؤنث. تعالى بقى نظبطهم مع بعض.
انا عاوز اقول لك ان انا هنا هسهل عليك الدنيا، اخليك تقرا يعني باقصى مجهود عشان اسهل عليك اقصى حاجه. لكن انت بعد كده ان شاء الله في ثالثه ثانوي قبل ما نبدا المنهج صدقني هعمل لك كورس جامد خليك تعرف كل حاجه. ده غير اصلا لما نبدا في شهر 8 كمان هنبدا المنهج من اول اولى وثانيه، فاحنا هناخد فورم اولى فورم ثانيه بكلماتهم بالقواعد بتاعهم، يعني بابا غنمهم كمان. يلا بينا. مظهر هوائي بالفرنساوي ان لوك. ان لوك هي كلمه ان يعني ايه؟ اليو ان دي اداه نكره تيجي مع الكلمه المفرد المذكر، باب، شباك، مظهر، كتاب، ايباد، قلم. المهم الفكره كلها ان تكون الكلمه دي نكره، نكره عشان كده ناخد قدامها اداه نكره سهله. بتكون كلمه النكره دي يعني كلمه من غير الف ولام. طب المؤنث منها اللي هي بتيجي قدامها اون، اون، والجمع منها دي اخرها اس. يبقى أداة النكرة هي إيه؟ آن وأون ودي. أداة النكرة هي إيه؟ آن أهي تمام كده؟ أون دي. أداة النكرة هي إيه؟ آن وأون ودي. أدوات النكرة بي. حلو، دول بيجوا قدام الكلمات، حسب نوع الكلمة نختار الإيه؟ الأداة. يلا بينا نقرأهم مع بعض، أحاول أظبط لك الدنيا. مظهر هوائي يعني لوك. آن لوك، آن لوك، آن لوك اللي هو المظهر بتاعك أو اللبس بتاعك. رأي يعني آن آفي، آن آفي. وهناخد دلوقتي زيه كلمة مفرد مؤنث. آفي والاس ما بتتنطقش، آخر حرف في أي كلمة فرنسية ما بيتنطقش إلا 4 حروف، ال والسي والاف والار، اللي هو ممكن تقول عليهم كلمة الأصفر تمام كده؟ ال سي اف ار دول بيتنطقوا تمام في آخر الكلمة. أي حرف غير كده ما يتنطقش، والكل قاعدة شواذ يعني ممكن تتعكس ويتنطقوا أو ما يتنطقوش. سهلة وبسيطة ومفيش أي مشاكل. أنا على قد ما أقدر مؤقتا عقبال ما نعمل الكورس بتاعنا ونظبط الدنيا ونعدي الترم على خير سهل عليك إن شاء الله عشان ما تحسش الموضوع صعب. ان كونسير، كونسير، كونسير التي ما بتتنطقش يعني حفلة، وحفلة موسيقية كمان. عميل أو زبون اللي هو بالإنجلش اسمه ان كلاينت، أو مش ان كلاينت، هنا ان كليون. كليون الإي اللي هي الأي بتنزل إي تبقى ان كلي، ان كلي. التي ما بتتنطقش والان بتتنطق اون. ركز بقى، الأ ان تمام كده او الأ ان، يعني لو انت شفت كده في اي كلمه، لو جه ان قدامها ا او او اللي هو حرف الاي والاي بالانجلش، ننطقهم ايه دول يا ميسيو؟ نعملهم ببساطه نشيل كده الحروف دي خالص وننطق حرف الاو وناخد حته من الان صغننه تبقى اون، اون. فاقول ايه؟ كلاينت ولا كليون؟ كليون، اون، اون تبقى كليون عميل او زبون يعني ان كليون. راجع طب اللي اخدناه كده. مظهر اهو اي مظهر اهو هيئه يعني ان لوك. راي يعني ان افي، راي يعني ان افي. حفله يعني ان كونسير، حفله يعني ان كونسير، 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 كونسير. عميل او زبون يعني ان كليون، ان كليون. ان ستيل، ستيل، ستيل اللي هو ستايل، ستيل بس الواي زي الاي، في الاي بتنزل اي. حرف الواي هنا اللي هو اسمه اي جريك بالفرنساوي بيساوي الاي اللي هي بالفرنساوي بتتنطق اي تبقى ستي، ستي، اي، اي تبقى ستيل ولا ستايل؟ ستيل، والحرف الاخير ما بيتنطقش. ان ترافاي، ترافاي عندك الاي والاي والال اللي هي الا والاي والال بيتنطقوا اي تبقى ترافاي، ترافاي عمل او شغل. مجله ديت اشطبها واكتب جنبها محل، الكلمه دي معناها محل. مجا، ان مجا الاس بين حرفين متحركين بتتنطق زد، سجلها عندك علشان هتحتاجها. الاس بين حرفين متحركين بتتنطق زد. مجاز، مجاز اهي بين حرف الا حرف الاي تبقى مجاز، مجاز. عندك الاي والان بقى، الاي والان في الفرنساوي بتتنطق ان، ان اي اي ان في اي كلمه ان تبقى ان مجازان، ان مجازان، ان مجازان محل. بعد كده ان بري، بري، بري لان الاي بتنزل اي تبقى بخي، ان بخي والاكس ما بتتنطقش. سعر يعني ان بري، سعر يعني ان بري. واكتب جنبها برضو جايزه لان تنفع بمعنى جايزه. اللبس او الملابس فيتمون، فيتمون الاو ان لسه قايلين عليها بتتنطق اون تبقى فيتمون، والتي ما بتتنطقش فيتمون، فيتمون. جميل، كمل. اللون بالفرنساوي كولور، كولور بس اللون بالفرنساوي كلمه مؤنث مش كلمه مذكر زي العربي لون، لا هنا اللون مؤنث. اون كولور، 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 كولور. الاي واليو والار بتتنطق ار تبقى اون كولور. اون اوبينيون، اوبينيون لسه قاعدين كلمه راي يعني ان افي، ان افي دي مذكر. المؤنث منها
une opinion زي opinion بالانجلش تمام كده. tenue التي مع الاو تبقى tenue لان اليو بالفرنساوي بتتنطق او تبقى tenue الاو في الاخر ما بتتنطقش. لبس او ايه او ملبس زي بالظبط مين؟ يبقى دي المؤنث، دي كلمه لبس بالفرنساوي المؤنث. اللي زيها مين؟ فيتمون المذكر. شوف انا بقرر لك ازاي عشان تفرق بينهم وانت بتذاكر. اون بوتيك لسه برضو قاعدين كلمه محل بمعنى مجازان. بوتيك بقى ده محل ملابس. اكتب انت بقى هنا في الحته دي كده محل ملابس بوتيك. حتى البنات لما بيروحوا يقول لك انا هروح بالبوتيك هجيب حاجه فلانيه، هجيب حاجه معينه يعني. ماده خام ماتيير. بص بقى الاو عليها شرطه يمين بتتنطق ايه، تمام كده. ايه عاديه ايه، انت عاوز مني ايه؟ انت بتكلمني ليه؟ ايه طيب الاو عليها شرطه شمال بتتنطق ايه بتمد فيها يعني ماتيير مادة خام وتنفع مادة دراسية زي ما انت اخدتها في سنة أولى اللي هي المواد المدرسية تمام كده. الأفعال بالفرنساوي بقى في الدرس ده أول فعل عندنا بورتي يعني فعل يرتدي. بعد كده الفعل اللي جاي يشيل حرف الآ دي هيبدأ بالأش. الأش ما بتتنطقش في أي كلمة فرنسية، حرف الأش ما بيتنطقش في أي كلمة فرنسية. جه في الأول، جه في النص، جه في الآخر، ما بيتنطقش. يبقى أول حاجة الأبوستروف ما بتتنطقش. الأبوستروف بتتكتب بس تبقى اس، الأش ما بتتنطقش كده، وحط الآ تبقى ساب. جميل. ال بقى يا باشا لو جيت بحرف الآي وحرف الإي ما بيتنطقوش تبقى سابي. والأو ار في الآخر، الأو ار في أي كلمة فرنسية بتتنطق إيه؟ الأو ار بتتنطق إيه؟ الأو ار في الآخر الفعل بالذات بتتنطق إيه؟ زي الأو على شرطة يمين، الأو على أكسون يمين. لو جيت في آخر الكلمة أو الأو على أكسون يمين عموما بتتنطق إيه؟ تبقى سابي زي ده. بورتي. بص الأو ار بورتي يشتري يعني أشتي. الأو ار إيه يبيع يعني فوندر. بص الأو ان اون تبقى فوندر يعني يبيع. يسأل يعني دوموندي. بص الأو ان اون تبقى دوموندي. الدي مع الأو تتنطق دوموندي. طيب فعل يعطي ده يسأل تمام كده. يعطي بقى دوني. الان دون تمام كده. الأو ار ايه تبقى دوني. بعد كده الفعل يقيس او يجرب او يحاول تمام كده. إيس تمام. حط الاي اللي هي الآ. إيسا حلو. الإجراء زي ما اتفقنا بتنزل تبقى إيسي حلو. أنا بقى هسألها لك. بص يا باشا هي هتتنطق إزاي؟ إيسي الأو ار في الآخر بتتنطق إيه؟ هي هتتنطق إيسي ليه؟ بص الإي مع الأي في الفرنساوي بتتنطق إيه طويلة. تبقى وأصلا اتفقنا إن الواي بتساوي الآي في نفس النقطة تنزل تمام كده. واحنا اتفقنا إن الآي بتساوي الواي والإي جاي بعدها اي اصلا بتتنطق فاكن بالظبط نفس الفكره. اكن الاي الواي دي اكنها اي تبقى ايسي يعني يقيس او يجرب او يحاول بالفرنساوي ده فعل. بعد كده فعل يعبر بالفرنساوي اكسبري حرف الاي بينزل ازاي؟ اكسبريمي والاو ار في الاخر بتتنطق اكسبريمي. يا رب تكون استفدت وتكون الكلمات بالنسبه لك بدات تبقى اسهل شويه. صدقني القواعد اللي احنا اتكلمنا عنها دي هتخفف عليك الدنيا شويه. الكلمات بقى دي بتاعت اللبس واللي احنا هناخدهم فوق اصلا هم اصل الحكايه. هنبدا نزود عليهم شويه كلمات من تحت عشان نخفف عليك. اول حاجه اتفقنا ان احنا هنتكلم عن اللبس، احنا ادينا لك شويه كلمات متعلقه بالحوار اللي هو الدرس الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. تعال بقى نكمل الاصل بتاعنا. ليه نو يعني اسماء الام والاس ما بيتنطقوش. دي فيتمون اسماء الملابس اللي هم اللي انت شايفهم قدامك دي. ان بونتالون الا مع الان بتتنطق اون. ان بونتالون ان جين اللي هو البنطلون الجينز. اون
اون شوميز. شوميز اللي هو القميص. حتى دلوقتي لما بنروح نشتري قميص خاصة البنات بتقول ايه؟ انا عاوزة الشميز الابيض، انا عاوزة اجرب الشميز الازرق. نفس الفكرة شوميز تبقى شوميز، والاس بين حرفين متحركين بتتنطق زد تبقى شوميز. ان تي شيرت، تي شيرت اللي هو التيشيرت سهلة. اون روب، روب يعني فستان. فستان بالفرنساوي كلمة مفرد مؤنث خد بالك. اون جوب، جوب اللي هي جيبة، جوب حلو. اون بلوز اللي هي البلوزة. لو تاخد بالك معظم الكلمات دي كلها شبه العربي، بنطلون وجين اللي هو الجينز، قميص، تيشيرت، الموضوع خفيف. بركز في اللي جاي واكتب عليها ايه؟ بليزر اللي هو جاكيت البدلة، الجاكيت بتاع البدلة بليزر. اون فيست اللي هو الفيست، اون فيست واللي انا لابسه ده برضه ممكن يتقال عليه فيست. الاو في الاخر ما بتتنطقش. بعد كده ان بلوزون الاس من حرفين متحركين بص بتتنطق بلوزون ولا بلوزون. جاكيت ده بقى الجاكيت العادي اللي هو الجاكيت. ان بيجاما اللي هي البيجامه سهله. ان انوراك، سجل الكلمه دي مهمه. ان انوراك ده سويتر فرو، يعني سويتر مبطن فرو او فيه فرو. ان سيرفيتمون، كلمه فيتمون لو اخدتها كده وحطيت قدامها سير اس يو ار تبقى ترنج سيرفيتمون. صوتي راح ولا ايه؟ ان بول واوفر اللي هي اوفر تبقى بول واوفر اللي هي بلوفر. ممكن اختصرها بكلمه بول يعني لو جات لك لوحدها تبقى بمعنى بلوفر. بعد كده ان جيلي، الاو تي زي الاو ار والاو عليها اكسون يمين اللي عليها شرطه يمين. الاو تي بتتنطق ايه تبقى جي، الاي بتنزل ازاي؟ جيلي اللي هو السديري او البلوفر الكات، السديري او البلوفر الكات. ان مونتو الاو ان بتتنطق او تبقى مون، والاي واليو بيتنطقوا او تبقى ان مونتو البلطو. ديليجان دي يبقى كلمه جمع، اداه نكره دي اخرها اس بتيجي مع الكلمه الجمع. ليجان الاي ان بتتنطق ان وليها 3 اشكال في النطق بس احنا بنقول دي ليجان اسهل. ليجان والجي والاس في الاخر ما بيتنطقوش. اللي انت اخدته ده كله متكرر تحت. تعالى بقى نقرا العمود الاولاني ونشوف مين اخدناه ومين ما اخدناهوش. بدله يعني ان كوستيوم بدله يعني ان كوستيوم. ان بنطلون تمام، زود ان شورت اللي هو الشورت. انوراك تمام. ركز بقى في الكلمه اللي جايه دي. بوني اللي هو الكاب او الطاقيه. البوني حتى البنات عارفينها، الاو تي في الاخر ما بتتنطقش. ان بوني. جيلي اخدناها جيلي. ركز بقى في الكلمه دي. ان مايو ال ما بيتنطقوش. مايو دوبان الاي ان في الاخر بتتنطق ان. مايو دوبان اللي هو مايو السباحه. السويت شيرت اسمه ان سويت. البلوفر لسه اخدنا، البيجامه لسه اخدنا، الجاكيت، المعطف او البلطو، البنطلون الجينز، كل اللي تحت ايه اخدناه. انت الكلمات اللي فوق سهلت عليك. فستان اخدناها، الجيب اخدناها، الجاكيت، البدله، بلوزه. ركز في الكلمه دي بقى. اون سانتور الاي ان بتتنطق ان، او من الاخر بقى في قاعده الاو لو جه بعدها اي او ان يعني قصدي اي ان اللي هي اي ان بالانجلش ان تبقى سانتور. ركز بقى في المقطع ده اللي هو التي مع اليو مع الار مع الاي في الانجليش بيتنطق تشار او شار. هنا تور سانتور حزام، وانت هتفكر ان حزام مذكر، هي بالفرنساوي كلمه مؤنث خد بالك. اون سانتور. رابطه عنق اللي هي كرافات اسمها اون كرافات حلو. بعد كده قبعه يعني اون كاسكيت. اليو بعد الكيو ما بتتنطقش، والاي تي اي مقطع على بعضه بيتنطق ايه تبقى كاسكيت اللي هي كاسكيته. اون ايشار، بص الاو على شرط يمين بتتنطق ايه ازاي؟ ايشارب اللي هو الاشارب حلو. هي مكتوبه جنبها قبعه، لا اكتب جنبها اشارب. تنفع كوفيه اللي هي السكارف على فكره. اون شوميز قميص. بص بقى ركز في دي وهناخدها كمان شويه اصلا. اون كابوش بزون، يعني انا لابس تيشيرت بزون، لابس جاكيت بزون. كابوش بص اليو كابوش. ديليجان اللي هو بقى ركز في الكلمتين اللي عاملهم لك بالاحمر، مش عشان جمال عيونهم، عشان نركز بقى معاك في حاجه. لما نيجي ناخد الجمع دلوقتي كمان شويه في الجرامير القواعد هنقول لك ان الكلمه الاخيره اس، اي كلمه في الفرنساوي اخيرا اس بنسبه 99% جمع مذكر، والكلمه الاخيره او اس كلمه جمع مؤنث. كلمه جمع ايه؟ مؤنث.
ما عدا الكلمتين دول بقى شواذ. وفي بقى شواذ، في كلمات ساعات بتبقى اخرها اس جمع مؤنث، وفي كلمات اخرها حرف الاي اس بتبقى جمع مذكر. تمام، يعني لكل قاعده شواذ. يبقى بنسبه 99% اي كلمه اخرها اس جمع مذكر، اي كلمه اخرها اس جمع مؤنث، ما عدا الشواذ. زي دول ليجان اللي هو ستريتش البنطلون ليجان، تمام كده، او دي باسكت اللي هو كوتش الكوره، كوتش رياضه اللي هو الحذاء الرياضي، تمام كده. الكلمتين دول اي حد يقول اخرهم اس جمع مذكر، لا، الكلمتين دول اكتب عليهم جمع مؤنث، جمع مؤنث، عشان لما يجي بعدهم كمان شويه صفه. يعني انا عندي كوتش دي باسكت، اختار صفه اختارها جمع مذكر ولا اختارها جمع مؤنث؟ اختارها جمع مؤنث. اختار لون بقى صفه اللون، اختارها جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ جمع مؤنث، فالموضوع يكون سهل. بعد كده ركز بقى على كده اهو، حذاء يعني شوسيور الاي واليو بيتنطقوا او، تبقى شوسيور والاو والاس في الاخر ما بيتنطقوش. مش انت نطقت كلمه حذاء، انت بقى كلمه شراب شوسير شراب وحذاء. ركز بقى، دي بوت ودي بوتين. دي بوت اللي هو البوت الطويل، دي بوتين البوت القصير. دي صندال الا ان بتتنطق اون، صندال والاو اس في الاخر ما بتتنطقش. عايز اقول لك على حاجه، شفت في الاخر دول كلهم كده جمع مؤنث. خد قاعده وهتفتكرها كمان شويه واحنا بنشرح كمان شويه، اي حاجه بتتلبس في القدم من تحت، في الرجل من تحت، تبقى جمع مؤنث. كوتش كوره، حذاء رياضي، شراب، بوت طويل، بوت قصير، كله جمع مؤنث. سهله وخفيفه جدا. يلا بينا بقى، خلصنا شويه الكلمات دول، اصحى هيغفلونا، وتعالى بقى في اللي جاي. ابدا في اول حاجه في الجرامير. هي مش جرامير قوي بس بعرفك، دي بقى هتفيدك في كذا حاجه. دي بقى هتفيدك اول حاجه في سؤال القطع، تمام، ان انت تتعرف اصلا الكلام جاي ورا بعضه ازاي، يعني الكلمه بتتحط والكلمه اللي بعدها بتيجي ازاي. يعني انا عندي تيشيرت اخضر، انا عندي جيبه صفراء، فتعرف الكلمه بتتحط وصفه اللون بعدها بتتحط ازاي، وتلاقي الكلام جاي مترتب بعدها ازاي. بعد كده خد بالك في سؤال الايميل والموضوع، لما انت تيجي تكتب ده هيفيدك، ودلوقتي لما نوصل كمان شويه الايميل والموضوع هتستفاد. زائد الجرامير القواعد، يعني وانا بشرح اصلا هي جزء زي ما قلت لك سؤال قطع، ونسيت اقول لك سؤال مواقف، ممكن يجي في الموقف، ويمكن يجي في الجرامير، ممكن يجي في الايميل والموضوع، فالجزء ده مهم جدا. يقول لك ايه بقى؟ ديكرير يعني يوصف لي فيتمون، يوصف الملابس. وصف الملابس بالفرنساوي لوصف اللبس، وزود لام هنا كده، لازم نتكلم عن الحاجات دي. عشان اوصف اي لبس لازم اتكلم عن لونه، خامته، شكله، والرسومات والنقوش اللي فيه. علشان اوصف اي لبس لازم اتكلم عن لونه، خامته، شكله، والرسومات والنقوش اللي فيه. عشان اوصف اي لبس بالترتيب كده براحه بالترتيب، عشان بعد كده لما اقول لك ايه، اوصف لبسك، اوصف لبس صديقك، اوصف لبس صديقتك، هتعمل ايه؟ اوصف لبس والدك في الحفله، هتعمل ايه؟ تمشي بالترتيب. هتجيب اللبس، الجثه دي، تتكلم عن لونها، تمام كده. مثلا لو كان مثلا على سبيل المثال بنطلون لون، خامته، الماده الخام بتاعته من القطن ولا من الحرير ولا من ايه بالظبط، شكله عامل ازاي، طب الرسومات والنقوش اللي فيه هو ساده ولا كروات ولا مخطط ولا منقط ولا في بابا غنوج كده، يعني نفس الفكره كده. انت فهمت؟ ده حاجه هتسهل عليك في الكلام اصلا، انك تكتب الايميل والموضوع على مدار الوحده، لان الايميل والموضوع بتاع الدرس الاول هو اهم موضوع، وايميل تقدر تتكلم عنه وتفهمه، حتى القطع كمان. يلا بينا، ركز اول حاجه عن طريق اللون بالفرنساوي لا كولور اللون. طيب بيقول لك ايه؟ صفه اللون تيجي بعد الاسم، صفه اللون دايما بتيجي بعد الاسم. انا كاتب لك اهو صفه اللون دايما بتيجي بعد الاسم. اصحى وركز اهو، ركز. يلا مثال، ان بنطلون، عايز اقول بنطلون ازرق، تبقى ان بنطلون بلو يعني بنطلون ازرق. سهله دي يا ماشي خلاص. طب مثلا عايز اقول اون روب يعني فستان مفرد مؤنث، يبقى الصفه اللي تيجي بعديه او اللون اللي جاي بعديه لازم يكون مفرد مؤنث اكيد يعني. بلونش اصلا كلمه ابيض بالفرنساوي، اللون الابيض بالفرنساوي صفه، ابيض بالفرنساوي لون بلون، ان بتتنطق اون والسي ما بتتنطقش. بلون حلو. بلونش دي جت منين؟ دي التأنيث بتاعها، هناخدها كمان خطوتين، يعني يا دوبك حاجه بسيطه هنتكلم عن الصفحه دي، ندخل على الصفحه اللي بعديها، تأنيث وجمع الالوان والصفات. فانت خلاص اصلا قربنا نخلص الدرس. عشان اللي بيقول لك الموضوع صعب وسهل وصعب ولا وبتاع، لا الموضوع خفيف، بس انت واحده واحده. هات الحاجه اللي بتحب تشربها، الحاجه اللي بتحب تاكلها، وركز، ويلا بينا.
يبقى اون روب بلانش. يبقى انت لما قلت بنطلون ازرق فستان ابيض، حلو يبقى اتكلمنا عن لونه. طيب اصحى ممكن نتكلم عن الماده الخام. لا ماتيير، ماتيير الماده الخام، ماتيير اي ماده خام. انا باكد عليك اهو الحته دي مهم. اي ماده خام يجي قدامها حرف الجر اون. حرف الجر اون بمعناه من. حرف الجر اون بمعناه من. اي ماده خام يجي قدامها حرف الجر اون. يعني عايز اقول بنطلون من الجينز، بنطلون من القطن، تيشيرت من الصوف، تمام اهو. اون كوتون، اون كوتون، اون كوتون من القطن. اون جين، اون جين من الجينز. اون سوا، عندك الاو والاي بيتنطقوا واو تبقى اون سوا، سوا من الحرير. اون كوير عندك العكس، اليو لو جيت بعديها اي تتنطق وي، وي زي ما علي ربيع كده قالك وي 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 وي, وي في مسرحيات مسرح مصر من زمان. معلش بقى بنصور بالليل وبتاع. اون كوير، كوير كوير. طيب الاي مع الاي لسه قال لنا ايه تبقى لين. اون لين، اون لين، تمام كده. اون لين اللي هو من الصوف، انا بسهلها لك في النطق اهو. مثال اون روب فستان اون سوا، فستان من الحرير. بص اون بمعنى من، فستان من الحرير. اون شوميز، شوميز اون كوتون، قميص من القطن. سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. كمل. طيب عايز تتكلم عن الشكل بتاعه، اصحى يغفلون اهو، الميسيو كاتب لك بص اصحى يغفلون. عندنا نتكلم عن الشكل لا فورم، فورم يعني الشكل. الكلمه دي هتتكرر معاك كتير في ثالثه ثانوي. اي شكل ياخد حرف الجر اي شكل ياخد حرف الجر حرف الجر معناها الى ومعناها في، بس هنا ملهاش معنى. يعني مع اللبس مع الشكل والرسومات وكده ملهاش ايه، ملهاش معنى. طب الشكل اللي عندنا ايه يا مسيو؟ شكل اللبس بتاعي. انت تتخيل شكل اللبس اللي انا لابسه اهو، قميص اهو. ده القميص ده ايه؟ القميص ده ممكن يكون بكم، اكمام طويله، ممكن يكون اكمام قصيره اللي هو بنص كم، وممكن يكون بزنط. سهله جدا. يبقى لما تتكلم عن شكل اللبس لازم تستخدم حرف الجر سهله سهله. زي مونج، مونج لونج، مونج لونج، مونج لونج، لونج مونج لونج اكمام طويله واكمام قصيره وبزنط كمان. مونش كورت، مونش كورت، كابوش، كابوش، كابوش اللي هو بزنط. يبقى اول ما تشوف الزنط او نشوف اكمام طويله اكمام قصيره لازم تستخدم حرف الجر مين؟ سهله يا مسيو. يبقى اي شكل ياخد حرف الجر اكمام طويله اكمام قصيره وبزنط كمان ياخدوا حرف الجر مثال اون روب فستان مونج لونج، مونج لونج فستان باكمام طويله. اون شوميز قميص مونج كورت، مونج كورت قميص، قميص فستان باكمام طويله، لكن ده قميص مونج كورت اكمام قصيره اللي هو بنص كم يعني. سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. طيب ركز يا باشا. الرسومات والنقوش يعني لموتيف، موتيف والاس ما بتتنطقش. الرسومات والنقوش، الرسومات يعني ممكن يكون كروات ساده مخطط منقط كده. الرسومات والنقوش تاخد برضو حرف الجر يبقى انت عندك حاجتين بياخدوا حرف الجر الشكل، شكل اللبس اللي هو اكمام طويله واكمام قصيره وبزنط ياخدوا حرف الجر طب الماده الخام لو فاكر تاخد حرف الجر سهله سهله. لو بتيجي في الامتحان بتيجي لازم يجي على سؤال في الامتحان. طيب هنا بقى اهي الرسومات والنقوش، الرسومات والنقوش كده اللي في اللبس بياخدوا حرف الجر زي كروهات ومخطط منقط ومشجر، كروهات مخطط منقط ومشجر. انا مش بغني لنفسي، انا حافظهم وعارفهم، انا المدرس بسهلها عليك. زي ما قلت لك دلوقتي اي ماده خام تاخد حرف الجر فانت هتعرف اي ماده خام اول ما تشوفها تاخد اكمام طويله اكمام قصيره وبزنط كمان ياخد حرف الجر اللي هو الشكل بتاع اللبس. طب هنا كروهات مخطط منقط ومشجر ياخدوا حرف الجر لما تغنيها مره مع نفسك كده هتلاقي نفسك ايوه كروهات مخطط منقط حرف الجر يلا بينا. كارو، 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 كارو اللي هي كروهات، ودي مش جمع يعني ما تكون اخرها اكس مش جمع، هي كلمه صفه كده. ريور، 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 ريور اللي هي مخطط. بوا الاو والاي بيتنطقوا وا تبقى بوا بوا. انا قلت لا مش بوا، بوا يعني منقط. فلور، فلور، فلور يعني مشجر. كمل. مثال ان تيشيرت، تيشيرت ريور يعني تيشيرت بص ريور، ريور يعني ايه؟ مخطط، يبقى تيشيرت مخطط في خطوط. طب مثلا اون بلوز، بلوزه ابوا، بلوزه ابوا منقطه يعني بلوزه كده بتاعت بنت منقطه فيها نقط، يعني على سبيل المثال هي لونها اسود فيها نقط بيضاء، سهله خفيفه. طيب ملحوظه سهله
وبتيجي في الامتحان، ممكن تيجي في الامتحان حتى لو جت في الحل اللي احنا هنحله ان شاء الله بعد كده في ورش الحل لما نخلص على طول الدروس، سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل. طبعا الاجزاء دي من الكتاب كلها بتاعي، يعني ده الكتاب بتاع الميسيو اللي هو كتاب اولى وثانيه وثالثه بيوصل لك لحد باب البيت. تمام. طيب ان شاء الله الوقت ده انا عارف ان في ناس كتير مش هطلبه منكم، في ناس اللي على المنصه كتير بيطلبوه. طيب انت بالنسبه لك ان شاء الله لما توصل ثالثه سنه على طول الكتاب باذن الله يوصل لك من شهر 7 و8 اول ما تشترك معانا لحد باب البيت. حتى لو مش تشترك معانا هنكمل لك شرح كده المنهج كامل على يوتيوب في شهر السنه الجايه في سنه ثالثه، وهتاخد الكتاب وتقدر تشتغل زي اللي على المنصه، تقدر تشتغل من الكتاب. حابب اليوتيوب اوكي، حابب الكتاب الدنيا تمام. ده الكتاب بتاعنا سهل جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله، خفيف لذيذ، في تمارين كتير قوي، في افكار من كتب خارجيه كتير، معاصر، ميرسي، برافو، بونجور، بونسوار، اسئله حل الامتحانات بتاعت الثانويه العامه بجيبها لك على يمين تحت. يعني في كل كده كام وحده او كل كام درس الاسئله اللي جت على الدرس ده من الثانويه العامه، القطعه دي جت في امتحان ثانويه عامه، الموقف ده جه في امتحان ثانويه عامه، كل ده هيفرق معاك ان شاء الله. يلا بينا. بس لما تدخل ثالث سنه بطل وربنا يوفقك وتجيب ال 40 من 40. بيقول لك ايه بقى؟ لو كان اللبس، غني معايا، لو كان اللبس ما فيهوش رسومات، لو كان اللبس ما فيهوش رسومات، نحط بعد اللون كلمة اوني. اوني، بص الكلمة دي يعني سادة، الكلمة دي بالفرنساوي يعني سادة. يبقى انت دلوقتي لابس حاجة سادة، لو كان اللبس سادة ما فيهوش الوان ما فيهوش رسومات، نحط بعد اللون كلمة اوني. مثال: un بنطلون جري اللي هو رمادي، جري لسه ما بتنطقش، هناخد ده كله في الالوان دلوقتي. اوني يبقى بنطلون رصاصي جري اللي هو جري، حتى انا عندي اللون الجري هنا. اوني يعني ساده، بنطلون رصاصي ساده. يبقى هنا لما يكون اللبس ما فيهوش رسومات او الوان او اي حاجه ساده بتقول اوني. بس خد بالك اوني بقى بتتغير، ممكن تحط لها حرف الاو في التانيث، واحنا كده هناخد التانيث كمان شويه ما تستعجلش. حرف الاس مع الجمع المذكر، حرف الاو اس مع الجمع المؤنث. مثال: اون جوب يعني جيبه، نوار جيبه سودا. اوني بص جيبه عشان كلمه مفرد مؤنث خدت حرف الايه؟ حرف الاو. سهله جدا جدا جدا. طب انا لو بتكلم دلوقتي بقول مثلا بونطالون، تمام كده، كلمه جامعه اهي، ماشي، بونطالون طبعا كانت لازم تاخد دي اخرها اس، دي بونطالون، تمام كده. عايز اقول بناطيل ساده بس من غير الوان، يبقى اوني اخرها اس. ليه طيب يا ماسيو؟ عشان كلمه بناطيل جمع مذكر. طب لو كانت كلمه جمع مؤنث نختار جمع مؤنث اخرها او اس. سهله؟ سهله، مفيهاش اي مشكله. ندخل بقى على التريكات الحلوه اللي انا بحب اشرحها، والله الدرس ده اصلا من الدروس الجميله جدا وخفيفه. الالوان، والالوان لسه قايلين عليها لي كولور يعني الالوان بالفرنساوي. كمل معايا الالوان، تعالى ناخدها مع بعض. انت اخدتها الترم الاول واخدتها في سنه اولى، بس نراجعها تاني. روج يعني احمر، اورانج يعني برتقاني، بلون يعني ابيض، جري يعني رصاصي، بلو يعني ازرق، فيولي بنفسجي يعني فيولي، والبوتي في الاخر بتتنطق ايه. جون يعني اصفر، فير اخضر، مارون بني، روز يعني الوردي او البامبي او الفوشيا، مش توشيبا العربي عشان بس حد يقول لي فوشيا توشيبا، لا، نوار، والله في طلبه بتقول كده، الاو اي بتقول تبقى نوار. سهله. انا حسيت ان انا قلت الالوان بسرعه كده، صح؟ ما عشان انا بديك الالوان بسرعه عشان احنا هننزل تحت الاهم بقى. كده احنا عارفين الالوان: روج يعني احمر، جون يعني اصفر، فيري يعني اخضر، بلو يعني اللون الازرق. سهله. الاهم بقى من ده كله تانيث وجمع الالوان. عايزين نعرف ازاي نانس الالوان ونجمعها بالفرنساوي. انا بقى عملت لك خطه جامده ونغنيها مع بعض كمان. تانيث انت بتتلخبط فيه طبعا، انت عارف تانيث الصفات هناخده كمان شويه، يعني الصفحه اللي بعد كده هناخد تانيث صفات ونقطه، تانيث وجمع، وهناخد ملحوظه، وهنخلص الدرس خلاص. يعني شويه ممكن، مش عارف احنا دلوقتي ممكن نكون بقى لنا مثلا نص ساعه تقريبا، يعني ممكن يعني فاضل لنا نص ساعه او اكتر سيكه خلاص الدرس في اقرب وقت يعني. يلا بينا. تانيث الالوان طريقه سهله وخفيفه. تانيث الالوان هيعمل لعبه سهله قوي، خطه 4-4-2 و2 احتياطي. 4-4-2 و2 احتياطي يعني ايه يا ماشي الكلام ده شرحي بقى، وركز في شرحي. بيقول لك ايه؟ اول 4 الوان تؤنث باضافه حرف الاو، يعني اول 4 الوان دول كصفات بقى، اللون كصفه، عايزين نأنس الالوان ونجمع الالوان. خلينا في التأنيث ببساطه، اول 4 الوان نحط لهم حرف الاو بيبقوا مفرد مؤنث. ازاي؟ كمل معايا. فير يعني اخضر، عايز اقول خضراء، عايز اقول خضراء.
يعني على سبيل المثال انا لابس، انا عندي تيشيرت، يبقى التيشيرت اخضر عشان لون تيشيرت مفرد مذكر يبقى اخضر. طب انا عندي جيبه، بلوزه خضراء، لما الكلمه تكون مؤنث هتأنث اللون. طب انا مثلا بلو يعني ازرق، انا عندي بنطلون ازرق، انا عندي كتاب ازرق. لما يكون عندي بلوزه زرقاء، كرافته عشان كرافته مؤنث زرقاء اللي هي زرقاء، سوداء، حمراء، هو ده التأنيث. يبقى انت بتشوف الكلمه المذكر ولا مؤنث ولا جمع وبتختار اللون على اساسها. الموصوف حسب اللي احنا بنتكلم عنه بنختار اللون. وهنحل دلوقتي شويه تمارين وهنفهمك الحته بتاعت طريقه الحل كمان. يلا بينا. فير يعني اخضر، اول 4 الوان بقى بيتأنسوا بحرف الاو ازاي اهو. فير اخضر يعني فير، اما احطه في التأنيث اضيف له حرف الاو هيطلع شكل تاني هو فيرت اهو. اخضر يعني فيرت خضراء. نوار اسود يعني نوار، اما احطه في التأنيث اضيف له حرف الاو هيطلع شكل تاني هو نوار سوداء. طب ركز في اللي جاي. بلو ازرق يعني بلو، اما احطه في التأنيث هيطلع شكل تاني هو بلو. زرقاء، اكتب جنبها بقى زرقاء. جري يعني رمادي، رمادي اللي هو رصاصي. جري رمادي يعني جري، غني معايا. رمادي يعني جري، اما احطه في التأنيث اضيف له حرف الاو هتبقى رمادية اللون. سهلة. يلا بينا. جريز والاس من حرفين متحركين اتنطقت زد. بعد كده تاني 4 الوان، يبقى اول 4 الوان في الالوان عايز انسهم احط لهم حرف الاو اللي هم ال4 دول. وانا بدل ما اقول لك اخضر حط لها حرف الاو، نوار حط لها حرف الاو، حاولت اغنيها لك عشان اسهلها لك. بص بقى، تاني 4 الوان تفضل زي ما هي، يعني اصلا الالوان ديت بيبقى اخرها حرف الاو، فانت لما تنزلها برضه هتسيبها اخرها حرف الاو، لان الكلمه في الفرنساوي لما بتكون عايز تأنسها وهي اخرها حرف الاو حرف الاي فخلاص سيبها زي ما هي، صح؟ يلا بينا. روج احمر يعني روج، اما احطه في التأنيث هيفضل هو روج. احمر هتبقى حمراء. طيب جون اصفر يعني جون، اما احطه في التأنيث هيفضل هو جون يعني صفراء. روز يعني روز يعني روز. وردي يعني روز، اما احطه في التأنيث هيفضل هو روز، هتفضل روز. وردية اللون. بيج يعني بيج يعني بيج، اما احطه في التأنيث هيفضل هو بيج عشان اخره حرف الايه؟ الاو. قربنا نخلص تأنيث الالوان، كمل معايا. بص، اللون الابيض واللون البنفسجي. اللون الابيض يعني بلون، اللون الابيض بلون ابيض يعني بلون، اما احطه في التأنيث اضيف له اضيف له HE هيطلع شكل تاني هو بلونش. ابيض ترجمه بقى بيضاء. يبقى بدل ما اقول لك عشان تأنس اللون الابيض حط له HE بغنيها لك اهو بلون. ابيض يعني بلون، انا مش بحيرك عشان تغني معايا واسهل عليك يعني، تفكر انا بعمل لك حاجه اضافيه يعني. بلون ابيض يعني بلون، اما اضيف له حرف الاو لا، اما احطه في التأنيث اضيف له HE هيطلع شكل تاني هو بلونش. زيه بالظبط. فيولي بنفسجي يعني فيولي، اما احطه في التأنيث هيطلع شكل تاني هو TE. بس انت مش شرحتها ليش. ما بص بقى زي التانية بالظبط، مش انا ضفت هنا HE هنا اضيف TE تبقى فيولي بنفسجي يعني فيولي، اما احطه في التأنيث اضيف له TE هيطلع شكل تاني هو فيولات بنفسجية اللون. يعني لو بنطلون فيولي، جيبة تبقى فيولات التانية، تمام؟ يبقى بلون تبقى بلونش، فيولات. كمل. دول بقى اللي جايين تذكير تأنيث جمع الجمعين بيمشوا مع كله ما بيسموش على حد. مذكر ماشي، مؤنث ماشي، جمع ماشي، اول ما تشوفهم في الامتحان اختارهم لان بيمشوا مع كله. طيب مارون واورانج. مارون بني يعني مارون، اما احطه في التأنيث هيفضل هو مارون. تذكير تأنيث جمع الجمعين. اورانج برتقاني يعني اورانج، اما احطه في التأنيث هيفضل هو اورانج. سهله ما فيهاش اي مشكله. ليه؟ طيب تذكير تأنيث جمع الجمعين بيمشوا مع كله. يعني على سبيل المثال بقول لك ايه، بص
عندي تيشيرت بني، عندي تيشيرتات اهو جمع مذكر بني، عندي جيبة بني، عندي جيبات بني، فهو مذكر مؤنث جمع ماشي مع كله. طب يلا بينا بقى آخر ملحوظتين عشان نخلص الجزء بتاع تأنيث وجمع الألوان. الألوان المركبة من لونين أو كلمتين، تكة جامدة وأنا كاتبها لك بطريقة حلوة. الألوان المركبة من لونين أو كلمتين لا تتغير في التأنيث ولا في الجمع، لا تتغير في التأنيث ولا في الجمع. الألوان المركبة من لونين أو كلمتين مش بتتغير في التأنيث ولا في الجمع. إزاي؟ بص تعال نشوف الألوان المركبة من لونين. من لونين يعني أحمر وأخضر، أصفر وأزرق، بني واحمر، دول ما بيتغيروش. يعني انا لابس تيشيرت ازرق واحمر ده ما بيتغيرش. تيشيرت مذكر جيبه مؤنث كلمه جمع مذكر جمع مؤنث، اللون هيفضل زي ما هو مش هيتغير. طيب كمل. او كلمتين زي ايه؟ يعني عرفنا لونين، ايه الكلمتين دول؟ بلو يعني ازرق، سيل يعني سما، تبقى بلو سيل سماوي، يبقى الوان مركبه من كلمتين كلمه وكلمه. فير يعني اخضر، كلير يعني فاتح، تبقى فير كلير، فير كلير، فير كلير يعني اخضر فاتح. روج اللي هو روج احمر، فونسي احمر غامق. بلو مارين يعني غامق، تبقى بلو مارين. كحلي تبقى بلو سيل، فير كلير، روج فونسي، بلو مارين، لا تتغير في التأنيث ولا في الجمع. طب بص بقى من اخر الالوان دي، شايف دي كده بني وبرتقاني واللي انا علمت لك عليهم دول كلهم، من الاخر الالوان الاخيره اختارهم وانا مغمض في الامتحان، حتى لو بينهم او تي اللي هي و او شرط. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مثلا وانا بكتب فير اخضر تمام كده، ايه نوار اخضر واسود، عادي اول ما تشوفها لو بينها او تي اللي هي واو حرف العطف واو عادي. طب لو شفتها فيها بينها شرطه برضو عادي سهله، زي مثلا بلو سيال، بلو بعد كده سيال بينهم شرطه. يبقى لو شفتهم كده او شفتهم كده تختارهم برضو على طول حسب الايه، حسب نوع الاسم بقى اللي جاي، مذكر اختار مذكر، مؤنث اختار مذكر، لا ايا كان الاسم الموصوف اللي انا بتكلم عنه، الحاجه اللي انا بوصفها، الحاجه اللي انا بشرحها، الحاجه اللي انا بتكلم عنها، مذكر مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث، بختارهم وانا مغمض. ليه؟ بيمشوا مع كله. حتى مثلا اديك مثال كحلي، بص جيبه كحلي، بنطلون كحلي، جيبات كحلي، بناطيل كحلي، ثلاجات كحلي، كتب كحلي. ايه تاني؟ بس مفيش حاجه. يلا بينا. بيقول لك ايه بقى ببساطه، ركز معايا واصحى كده يا باشا. اخر حاجه احنا كده كده هناخدها كمان شويه، بس انا قلت اديها لك برضه عشان تبقى خدتها في تأنيث الالوان لما نيجي نجمع دلوقتي الجمع. جمع الالوان اخد الصفه المذكره واحط اس، يعني بكل بساطه عشان تجمع جمع مذكر اهو، لو جمع مذكر اخد الصفه المذكره واحط اس، اخد الصفه المفرد المذكر واحط اس بيطلع جمع مذكر. فير اخضر اهو مفرد مذكر، لو حطينا اس فير التي والاس ما بيتنطقوش، بس كده بقت جمع مذكر. طب الجمع المؤنث اخد الصفه المؤنثه واحط اس، باخد الصفه المفرد المؤنث واحط اس. لو جمع مؤنث يعني جريز هي اخرها حرف الاو فكده مؤنثه، اخد بقى الصفه المؤنثه واحط لها اس بقت جمع مؤنث. تمام؟ طب انت فهمت دي ان انت بتاخد الصفه المذكر وتحط اس تبقى جمع مذكر، تاخد الصفه المؤنث وتحط اس تبقى جمع مؤنث. عيدها لك تاني، هاخد الصفه المذكره واحط اس لو جمع مذكر، اخد الصفه المؤنثه واحط اس لو جمع مؤنث. مش فاهمها؟ طب انا هسهل عليك ولسه قايلها لك في اول الدرس. اي كلمه في الفرنساوي اخرها اس جمع مذكر واخرها اي اس جمع مؤنث الا بعض الشواذ، ودول احنا هناخدهم واحنا ماشيين كده كده في المنهج، زي كلمه ليجان اللي هو ستريتش الليجان، وكمان اللي هو باسكت الحذاء الرياضي. سهله. اخت نهله مش عارف هي جت معايا قلشه كده يعني. يلا بينا. رقم 1 سيت اشعر ايه الاو اس تي اللي هو فعل يكون، هذا الاشارب بيكون. طيب حل ازاي في الامتحان؟ حسب اللي انا بتكلم عنه اختار. يعني لو بتكلم عن تيشيرتات جمع مذكر يبقى لازم اختار صفه اللون جمع مذكر. بتكلم عن حاجه مفرد مؤنث يبقى لازم اختار صفه اللون مفرد مؤنث. يبقى ركز انا بتكلم عن مين. طيب هذا اشاره مؤنث صح، يبقى لازم اختار صفه مؤنث تبقى الاجابه الثانيه. تمام. علي يشتري، في ناس ممكن تختار على اساس علي دلوقتي، لا علي ملوش علاقه. علي اشيت يشتري اون فيست، يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن الفيست اللي هو البليزر مؤنث يبقى لازم اختار صفه مؤنث. فين الصفه المؤنث؟ الاولى مذكر، الثانيه جمع مذكر، الثالثه مفرد مؤنث. كمل. لي بونتالون البناطيل جمع مذكر،
صوم بيكون جمع مذكر يبقى لازم اختار صفة فيها اس جمع مذكر. نختار التانية عشان هي اللي تنفع جمع مذكر. البناطيل بيكونوا زرقاء. ركز في الملحوظة الجاية. أي صفة اللون، أي لون يجي بعد حرف الجر أون اللي هو من. تقول لي ما احنا لسه واخدين مع المادة الخام. أيوه مالوش علاقة بالمادة الخام دلوقتي. أون لو جاي بعديها أي لون دايما مفرد مذكر حتى لو كان الموصوف اللي أنا بتكلم عنه جمع. مش فاهم؟ يعني لو بقول لك البناطيل تيشيرتات، فأنت على أساس البناطيل والتيشيرتات أو الجيبات هتختار على طول اللون على أساس أنت بتتكلم عنه. إلا لو في أون لازم تختار بعديها مفرد مذكر. لازم يجي بعديها مفرد مذكر. حتى اكتبها عندك كده. اللون بعد حرف الجر أون، اللون بعد حرف الجر أون دايما مفرد مذكر. اللون بعد حرف الجر أون دايما مفرد مذكر. ليه؟ عشان أون بيجي بعدها دايما مفرد مذكر. ما اختار مذكر ليه؟ عشان أون بيجي بعدها دايما مفرد مذكر. طب ليه يا ميسيو ما اختارش جمع؟ عشان أون برضه بيجي بعدها مفرد مذكر. عشان انت لو سألت نفسك ليه حرف الجر أون بيجي بعديه صفة اللون مذكر، يعني الأشجار بتكون وحط لك حرف جر اون، تختار صفة اللون على اساس الاشجار ولا على اساس اون؟ لا سيبك من الاشجار خالص، طالما شفت اون اختار مفرد مذكر. زي اللي جايه لي بونتالون سون، البناطيل بتكون واحد مغفل هياخد على قفاه ولا البناطيل جمع اختار على طول مين؟ الثاني. لا هي نفس الاختيارات بتاعت الثالثه على فكره. طالما في اون البناطيل بتكون من يبقى لازم الاولى، عشان الاولى هي اللي مفرد مذكر. تمام كده وما تبقاش مغفل. ده اللي هو فعل يمتلك دي باسكت. تمام هو يمتلك باسكت حذاء رياضي جمع مؤنث. حد يقول لك ايه ده جمع مذكر ده اخره اس؟ لا ياض اصحى، ده جمع مؤنث تبقى على طول مين؟ التالتة عشان هي اللي اخرها اس جمع مؤنث. الاولى مذكر، الثانيه مؤنث، الاخيره اخرها اس تبقى جمع مذكر ما تنفعش، لازم التالتة. البورت هي ترتدي تلبس يعني دي شوسير اتفقنا حذاء بيتلبس في الرجل من تحت في القدم تبقى جمع مؤنث. شوسير نختار لها جمع مؤنث الاخيره اللي اخرها اس، لان الاولى مذكر الثانيه مؤنث الثالثه اخرها اس تبقى جمع مذكر والاخيره اس جمع مؤنث. زيها بالظبط جايه سلمى مي يعني ترتدي دي لجان اخرها اس جمع مذكر؟ لا جمع مؤنث تبقى بلونش بيضاء. تمام. بعد كده ندى بورت، ندى بتلبس اون روب. واحد دلوقتي هيبص على كلمه فستان روب ومؤنث يبقى لازم اختار الاولى صح اللي هي مؤنث. لا بس انت ما خدتش بالك من كلمه كلير. الالوان المركبه من لونين او كلمتين لا تتغير في التانيث ولا في الجمع، يبقى مفرد مذكر زي ما هي يبقى لازم اختار الاخيره المذكر. فير كلير الاولى مؤنث ما تنفعش، الثانيه جمع مذكر والثالثه جمع مؤنث ما تنفعش. بعد كده هي تمتلك اون جوب والبيل فوق تمام كده جوب البيل فوق. انا مش عارف مسحتها خالص ماشي هي باينه اهي جوب حلو جيبه مؤنث. طالما مؤنث يبقى لازم اختار مين؟ صفه مؤنث. الاولى جري مذكر، الثانيه فير مذكر، فيولي الاخيره جمع مذكر ما فاضلش غير مارون. ليه مارون؟ عشان بتمشي مع كله، بتمشي مذكر ومؤنث وجمع. جيبه مؤنث يبقى تنفع مؤنث، هي عندها جيبه بني. بعد كده مارتين ديزيو يعني العيون دي جمع مذكر، كلمه عيون جمع مذكر يبقى لازم اختار صفه جمع مذكر اخرها اس تبقى بلو اخرها اس. نوزيمون نحن نحب، لا كولور اللون، كلمه اللون بالفرنساوي كلمه مؤنث صح يبقى لازم يجي بعدها كلمه مفرد مؤنث. طيب فير مذكر، بلون مذكر، جري مذكر يبقى ما فاضلش غير مين الاولى؟ جون، لان جون يعني اخرها حرف الاو تمشي مذكر وتمشي مؤنث. انا احب اللون او نحن نحب اللون الاصفر. منى تمتلك دي صندل اللي هو الصندل اللي بيتلبس تحت في رجل من تحت جمع مؤنث يبقى لازم اختار حاجه جمع مؤنث. الاخيره جمع مذكر، الثالثه جمع مذكر، الثانيه جمع مذكر ما فاضلش غير الاولى. لو مارين، وانا قلت لك لو شفت الحاجات دي اختارها وانا مغمض. يعني ايه مارون اورانج لو مارين بلو سيل روش فونسي فير كلير او الوان مركبه من لونين او كلمتين زي ما احنا قلنا لازم اختارهم وانا مغمض عشان بيمشوا مع كله، بينفعوا مع كله في الاختيارات. طيب الالوان لو كانت اسم ملحوظه بقى هتكون مفرد مذكر وتاخد مين؟ اداه المعرفه لو. يعني انا عايز اقول لك انا احب الاحمر، انا بعشق الاخضر، انا بكره البرتقاني. يعني طالما اللون بيتعامل كاسم لازم تختار له اداه معرفه. عشان كده اقول ايه؟ جيم انا احب نوار. طالما انت شفت نوار وفي اداه معرفه اعتبر ان الالوان كلها مفرد مذكر تاخد اداه معرفه لو تبقى الاجابه لون نوار. انا احب اللون الاسود.
طب il déteste هو يكره، هو بيكره. جون يعني كنت هقول اصفر، لا مش اصفر، اصفر. يعني واحد يقول لي ده اخره حرف الاو فكده مؤنث، لا جون مذكر، لون مذكر، كل الالوان مفرد مذكر، كل الالوان مفرد مذكر، تاخد مين؟ اللو. سهل وبسيط. طب انا جيت اغفلك نفس المثال اللي اديته على المنصه بالظبط، تمام كده؟ اورانج، انا احب نقط اورانج، وبديك كتير المثال ده. اديك اختيارات بقى. واحد يقول لك كل الالوان مفرد مذكر، اختار اللون. ايوه صح جميل. لا، هتبقى الا ابوستروف. ليه؟ عشان كلمه اورانج بدأ بحرف متحرك اللي هو حرف الاو. سهله ما فيهاش اي مشكله. كمل يا باشا. اللي جاي بعد كده تأنيث الصفات وجمعها، وكده احنا قربنا نشطب. يبقى احنا لو انت بس عشان ما تنامش اخدنا شويه كلمات عن الايه، عن اللبس، وبعد كده ازاي نوصف اللبس عن طريق اللون والخامه والشكل والرسومات. بعد كده خدنا تأنيث الالوان وجمعها، هناخد تأنيث الصفات وجمعها وملحوظه نقطه الجرامير، وناخد اليمين الموضوع، وباي باي الدرس. الصفات سهله قوي، وتأنيث الصفات سهل قوي جدا، يعني انت حتى هتلاقي ان هو سهل. لو فيمينا ديز ادجيكتيف، تأنيث الصفات، ده الماسكولان وده الايه الفيمينا اللي هو المذكر. ودي القاعده، بيقول لك اول حاجه تؤنث الصفة بإضافة حرف الأو. يبقى أنا بقول لك أهو تؤنث الصفة بإضافة حرف الأو، تؤنث الصفة بإضافة حرف الإيه؟ الأو. زي كور يعني قصير، تبقى كورت قصيرة، حط لها حرف الأو تبقى قصيرة. إليجون شيك أو رائع، تبقى إليجونت رائعة. طب كمل الصفة اللي آخرها حرف الأو تفضل زي ما هي عند التأنيث. الصفة لو آخرها حرف الأو تفضل زي ما هي عند التأنيث. يبقى أنت كده خدت أول قاعدتين زي الألوان. قلنا الألوان تؤنث بإضافة حرف الأو، ولو اللون كان آخره حرف الأو بيفضل زي ما هو. يبقى أول اتنين في التأنيث زي أول اتنين في تأنيث الألوان. تمام؟ يبقى أول اتنين في تأنيث الصفات سهلين أهو زي الألوان. لارج يعني واسع، آخرها حرف الأو تفضل إيه؟ لارج واسعة. مش يعني سيء أو وحش، رديء رخم. مش تبقى سيئة أو رديئة أو وحشة. طب اوريبل القش ما بتتنطقش زي ما اتفقنا في اول حصه واحنا بننطق الكلمات. اوريبل يعني فظيع، تبقى اوريبل فظيعه. يبقى سهله، اي صفه تؤنث باضافه حرف الاو، حط لها حرف الاو هتبقى مؤنثه. طب لو اخرها حرف الاو تفضل زي ما هي. كمل قلت لك سهله. طيب بص، الصفه لو اخرها حرف الاو عليها شرطي يمين. الصفه لو اخرها او عليها شرطي يمين. واحد يقول لي طالما حرف الاو يبقى تسيبها زي ما هي. ما صح، انت جميل وشيك وعيل برنس، بس لا، الاو طالما عليها شرطه يمين يبقى اختلفت عن القاعده اللي قبلها. واحد يقول لي ايوه يا ميسيو، ما انت قلت لي لو اخرها حرف الاو اللي هو حرف الاي ده هسيبها زي ما هي. لا، دي غير دي، اجده غير اجده. تمام كده؟ يلا بينا. الاو عليها شرطه يمين يبقى تحط لها كمان او، تؤنث باضافه حرف الاو عادي جدا. زي سيري يعني ضيق، تبقى سيري ضيقه. ديمودي قديم، تبقى ديمودي حط لها بقى حرف الاو. ديمودي قديمه اللي هي موضه قديمه. بريفيري مفضل، تبقى بريفيري مفضله. تمام. ركز بقى في اللي جاي. الصفه اللي اخرها اي ان او او ان تؤنث باضافه ان اي. الصفه لو اخرها او ان او اي ان تؤنث باضافه ان اي. انا بسهل عليك اهو. زي بوم بمعنى جيد كويس، تبقى بون مش بون العز ولا بون النجار. بون اخرها ان اي. يلا بينا. بعد كده الصفه اللي اخرها اي ار تبقى على طول اي ار اي، تحول على طول لاي ار اي، تحول على طول تبقى اي ار اي. يعني تشيل الاي ار من الصفه خالص وتأنسها باي ار اي، وتحط شرطه شمال على حرف الاي الاولانيه. زي بروميي يعني الاول. بروميي اتفقنا ان الاي والاي والار في الاخر اي. بروميي تأنسها هتحذف الاي ار. بروميير حط اي ار اي وشرطه يمين على حرف الاي الاولانيه. طبعا انت في الامتحان مش هتحط حاجه، هو جالك في الامتحان مثلا سعيد يكون، سعيد ده مذكر تبقى بروميي الاول. طيب بروميير ندى منى سلمى تكون الاولى في الفصل مثلا، اولى صح تبقى بروميير. زي مثلا برضو لو كنت اديت مثال على اللي فوق، كور سعيد يكون سعيد يكون قصير، لكن هي سعيده يا عم، سعيده تكون قصيره هتبقى الاختيار اللي فيها حرف الاو. هو بيلبس تيشيرت ضيق، عشان تيشيرت لازم نختار الضيق المذكره، لكن لو قالوا جيبه بلوزه كرافته ضيقه سيري اللي فيها حرف الاو. سهله في الاختيارات، جامده جدا خفيفه جدا ما فيهاش اي مشاكل. يلا بينا.
الصفة اللي آخرها إيه بقى؟ IL شيل دي كده IL أهي. الصفة اللي آخرها IL أو IL أو EL. صفة لو آخرها IL أو EL تؤنث بإضافة LE يبقى IL حط له LE. جونتي ال بتتنطق اون جونتي كده ال ما بتتنطقش جونتي وحلو. احنا لسه قايلين ان ال برضه لما يجي بين الاي والاي ما بيتنطقوش. تمام كده الاي والاي ما بيتنطقوش ال. جونتي هتبقى جونتي لطيف لطيفه. جونتي بمعنى لطيف. جونتي لطيفه. طب بيل بمعنى جميل. بيل جميل هتبقى بيل جميله. يبقى لما كانت اخرها ال حطينا لها ال. لما كان اخرها ال قصدي ال حطينا لها ال حط ال حط ال سهل. طب الصفه لو اخرها اف. الصفه اللي اخرها اف نحذف الاف 1 دي في او زي سبورتيف تبقى سبورتيف. شيل الاف وحط في او. شخص رياضي سبورتيف لكن التانية رياضيه مؤنث. فاضل حاجتين بسيطتين جدا بساط قوي. دي صفات لا تتغير عند التأنيث. دي صفات ما بتتغيرش في التأنيث. ركز. مارون اورانج هتقولي لسه اخدينهم كده انت مركز. مارون اورانج لا تتغير في التأنيث. تذكير تأنيث جمع. الجمعين لسه قايلينها من شويه اهو. كمل يا باشا. والله العظيم من الكتاب بالحرف عشان ما تقولش بس ان انا بفرق بين المنصه واليوتيوب. بالحرف ومش منقص ولا كلمه ولا اي حرف ولا اي مثال. بفضل الله انا شرحته لهم في 3-4 مرات جبته لك انت هنا في درس كامل نفس الكلام بالظبط. عشان تدعي لي وادعي لنا ان احنا القناه بتاعتنا تكون اشهر قناه بتقدم محتوى بلغه فرنسيه في مصر. وان العبد الله اللي قدامك ده يكون اشهر مدرس فرنساوي على مستوى الجمهوريه. باذن الله هنعملها عشان انا بحلم وبسعى وربنا سبحانه وتعالى معايا. عشان كده بقول لك اجتهد واحلم. حلم ببلاش. احلم ربنا يوفقكم. يلا بينا اديتكم طاقه ايجابيه انا. سامبا ما بتتغيرش في التأنيث. لطيف او رائع. سوبر ما بتتغيرش في التأنيث. لطيف او رائع برضو. شتان دي يعني نبيتي كاستنائي. ده هو شعر نبيتي. هي شعرها نبيتي. تمام كده. نبيتي بتفضل زي ما هي. نبيتي يبقى بتفضل مذكر ومؤنث. يبقى الالوان دي قصدي الصفات دي ما بتتغيرش. لا تتغير عند التأنيث. شفاط تقول شفاط. صفات شاذة عند بقى التأنيث. شاذة يعني ان انت تحفظها كده. لون هتبقى لونج طويل. لون تبقى لونج طويلة. بو يعني جميل هتبقى بيل يعني جميلة. نوفو الاي والاي واليو زي ما اتفقنا بتتنطق او تبقى بو او نوفو يعني جديد. نوفو جديد هتبقى نوفيل جديدة. طبعا دول ليهم قاعده ان شاء الله في ثالثه ثانوي هنقول لك عليهم. نشرحهم لك واحده المذكر والمؤنث والجمع واحده. تمام. بس عشان هي مش عليك قوي فمش هنلخبطك. كده خلصنا التأنيث بكل بساطه. هم 9 نقط في التأنيث. انت ممكن تحس ان هم كتير. لا يا عم لا والله مش كتير ولا حاجه. هتذاكرهم ازاي دول؟ هتقراهم مره واثنين هتلاقيهم ثبتوا معاك. انت طبعا هتحل ازاي دلوقتي؟ زي الالوان بالظبط حسب اللي انا بتكلم عنه. اختار بس. لو بلو اللون الازرق. اي ما كولور بيكون لوني. كلمة لون مؤنث صح؟ يبقى لازم تختار صفة مؤنث. بريفيري الأولى. بريفيري. طب ممكن واحد يقول لك إيه؟ بس يا ميسيو ده بقول لو بلو الأزرق فلازم أختار صفة مذكر عشان الأزرق مذكر. لا يقول لك الأزرق بيكون لوني ولون مفرد مؤنث تبقى بريفيري اللي هي فيها حرف الأو. طب كمل. il porte هو بيرتدي une chemise à manches. بيلبس قميص à manches. بص أنت لو اخترت على أساس كلمة قميص أنت مركز صح. أنت شاطر والله. بس خد بالك لازم تختار على بعض على طول اللي جاي. يعني بص مونج اكمام ايه؟ اكمام طويله. اكمام قصيره. اكمام سوداء. يبقى انا لابس قميص باكمام طويله عشان بس محدش في الامتحان ايه يضحك عليك. فانا اختار هنا بقى على اساس الصفه اللون. الصفه او اللون يعني. شميز اختار على اساس ان هي مؤنث ولا اختار على اساس مونج اللي هي جمع مؤنث؟ لا اختار على اساس مونج جمع مؤنث تبقى الايه الثالثه. لان الاولى مذكر الثانيه جمع مذكر الأخيرة جمع مذكر. لونج أخيرا أو إس جمع مؤنث. يبقى دي الحتة دي أنت فهمتها. أمونج لونج أكمام طويلة. يبقى التالتة. سو تيشيرت التيشيرت ده نو مو فا با لا يناسبني. وده تعبير هناخده كمان شوية كمان 2-3 دقيقة تقريبا. مش 2-3 كمان 5 دقايق. il est
هو لا يناسبني. ايه هو ايه بقى؟ مش انت بتتكلم على التيشيرت مذكر، تبقى لازم تختار صفه مذكر. الاخيره جمع مؤنث اخرها او اس، ديت اخرها حرف الاو مؤنث، الاخيره اس جمع مذكر، ما فضلش غير مين؟ الاولى. انا بحاول افهمك يعني. هو بيكون قديم او موضه قديمه، ديمودي. سي نقط تون نوفو لوك، يبقى سي تون نوفو لوك. نوفو لوك اللي هو مظهر، نوفو جديد، يبقى انت بتتكلم عن حاجه مذكر، يبقى لازم تختار جولي. كل الصفات تنفع، فانت لازم تعمل ايه؟ سوبر تنفع مذكر ومؤنث وجمع. سامبا الاخيره ما تنفعش، سامبا ما تنفعش. فانا اعمل ايه؟ هشيل سوبر عشان السوبر تنفع. فنحط الجينيال حرف الاو، حط لها حرف الاي عشان ما تنفعش، لان جينيال لما يكون اخرها حرف الاي هتكون مؤنثه. سامبا الاخيره اس ما ينفعش جمع، فتبقى دي جولي مذكر هي اللي تنفع الوحيده. ست جيب، هذه الجيبه اتخي، جيبه مؤنث صح؟ يبقى لازم تختار صفه مؤنث. مين الصفه المؤنث في الاختيارات؟ الاولى اللي اخرها حرف الاو، لان الثانيه مذكر، الثالثه جمع، من الاخيره المذكر. جيبه ضيقه، سيغي. il aime sa توني اللي هو اللبس، واللبس بالفرنساوي مفرد مؤنث، الكلمه دي مؤنث، يبقى لازم اختار صفه مؤنث. لسه قايلين ان الصفه الاخيره اف نأنسها باضافه في او، تبقى سبورتيف، هو لابس لبس رياضي، سبورتيف. مريم، البنت مريم تمتلك بلوز مؤنث، البلوزه مؤنث، يبقى لازم تختار صفه مؤنث. عندك نول بمعنى سيء او رديء او وحش، الاولى ما تنفعش عشان دي مذكر. نول الاخيره اس برضه ما تنفعش عشان كده جمع مذكر، انا عايز حاجه مؤنث، بلوزه مؤنث. طيب مش الاخيره جمع مؤنث او جمع مذكر؟ جمع، لان هي اخرها او. اس تنفع جمع مذكر تنفع جمع مؤنث، لان هي اصلا الاساس منها اخره حرف الاو، فانت لما تحط اس تمشي معاك مذكر وتمشي معاك جمع مؤنث. طيب هتبقى مش التالت. ليه؟ بلوزه مش سيئه، انا عايز صفه مفرد مؤنث. بعد كده البورت سون ساك ادو اللي هي حقيبه او شنطه، ساك مذكر، يبقى لازم تختار صفه مذكر، الوحيده اللي تنفع معاك اوريجينال حقيبه اصليه مذكر. اوريجينال الثانيه مؤنث، الثالثه جمع مؤنث، الاخيره جمع مذكر، عشان كده الوحيده اللي تنفع مين؟ الاولى. سهله جدا وخفيفه جدا، ما فيهاش اي مشكله. يا رب تكونوا مستفادين بجد، وربنا يوفقكم بقى يعني يا رب. بعد كده حاجه سهله قوي قوي قوي، صفحه تافهه قوي 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 يعني. مش احنا خدنا تأنيث الصفات؟ هناخد جمع الصفات. هتقول لي يا باشا ما احنا خدنا جمع الالوان وكان سهل. ما هو جمع الصفات برضه سهل، نفس اللي احنا خدناه، بس انا بركز لك عليه سريع يعني. هو عليك في المنهج، انا مش بقول لك حاجه من عندي. سنجولي بلوريال اللي هو لو بلوريال اهي يا جماعه فيها انا تعبت. لو بلوريال ديز ادجكتيف، جمع الصفات. طيب يقول لك نجمع الصفه، تجمع الصفه انت يا باشا نجمع الصفه باضافه حرف الاس، هتبقى كور هتبقى نحط لها اس، كور هي هنا مكتوبه غلط، كور اخرها تي نحط لها اس، كور اخرها اس، كور نحط لها اس تبقى ايه؟ قصير. لما نحط لها الصفه بمعنى قصير نحط لها اس تبقى جمع مذكر. إليجون نحط لها اس، إليجون بقت جمع مذكر، سهل. طيب الصفه اللي اخرها او، الصفه اللي اخرها المقطع ايو تبقى جمع مذكر امتى او نجمعها امتى؟ الصفه اللي اخرها او، الصفه اللي اخرها المقطع او نجمعها باضافه اكس، يبقى الصفه اللي اخرها ايو تتجمع بالايه؟ بالاكس. نوفو جديد هتبقى نوفو اخرها اكس، تمام. بو يعني جميل هتبقى بو اخرها اكس. بعد كده بلو يعني ازرق، ركز بقى في دي. طب تتجمع هنا بالاس ازاي؟ اهو ركز ايه عشان هي برضه هنا اهي بلو يعني ازرق. طيب بيقول لك ايه؟ كل اللي اخره يو نجمعها باضافه الاكس. اما الصفه بلو ازرق نجمعها بالاس. في ناس بتفكر عشان كلمه ازرق اخرها يو، لا كده نجمعها اخرها يو برضو زي اللي اخرها يو نجمعها بالاكس. لا الصفه بلو بتتجمع بالاس عادي، واحنا لسه استخدمنا في الالوان الجمع بتاعها في الالوان بالاس عادي، لان الالوان كانت جمع مذكر بالاس، جمع مؤنث بالاو اس، مفيش اي مشكله. تعال نقول لك القاعده الثانيه، الصفه اللي اخرها يو المقطع او عشان ده بيتنطق او نجمعها باضافه اكس. اما بلو ازرق نجمعها باضافه حرف الاس عادي، اهو بلو تبقى بلو ازرق حط له اس هتبقى جمع مذكر. طيب الصفه اللي اخرها اس او اكس، لو اخرها اس او اكس تفضل زي ما هي عند الجمع ما بتتغيرش، زي اللي كان اخرها حرف الاو اللي هو حرف الاي
مفرد مذكر زي مفرد مؤنث. تبقى جري رمادي، تبقى جري في الجمع يبقى مفرد مذكر زي الجمع مذكر. سيريو يعني نشيط أو جاد، آخرها إكس تفضل زي ما هي. طب الصفة اللي آخرها ال نحذف ال تبقى على طول او آخرها إكس. الإي واليو يا جماعة بيتنطقوا او، حط إكس او آخرها إكس او آخرها إكس. طيب جينيال يعني رائع، تبقى جينيو. جميل. أوريجينال هتبقى أوريجينو جميل. دي صفات بقى لا تتغير عند الجمع، صفات ما بتتغيرش في الجمع. صفات ما بتتغيرش فين؟ في الجمع. مارون، أورانج، سوبر، لسه أخدنهم من شوية. مارون، أورانج، سوبر، دول معاك مذكر معاك مؤنث كل حاجة، مفيش أي مشكلة. دي كلها كانت تخص الجمع المذكر بالذات، يعني دول كلهم مركزين على الجمع المذكر. الجمع المؤنث بقى بالأو اس. فأنت عشان تفصل أنا هديك حاجة ممكن ما تذاكرش الجدول ده خالص بعد ما احنا شرحناه وتمشي بالقاعدة ديت. اللي آخره اس جمع مذكر، اللي آخره او اس جمع مؤنث، ما عدا بعض الشواذ زي كلمة باسكت وكلمة ليجان والكلمات اللي احنا هناخدها واحنا ماشيين في المنهج. كام كلمة كمان دول ما بيمشوش بالقاعدة دي، يعني كلمة باسكت وكلمة ليجان آخرهم اس بس كلمة جمع مؤنث. حلو. وتاخد ايه عليهم زيادة بعد ما تحفظ القاعدة، يعني تفهم دول. تركز ان الكلمة الأخيرة ايو تتجمع بالاكس، الكلمة الأخيرة ايو تتجمع بالاكس، والكلمة الأخيرة ال بنشيل ال ونحط او آخرها اكس. سهلة وبسيطة مفيهاش أي مشكلة، يبقى الجمع هتكون خفيف معاك. اكزاكس توا درب نفسك. شوازي لا بون ريبونس. تعال نختار. اختار ازاي؟ طريقة الحل حسب اللي انا بتكلم عنه. اختار الأداة، بس هنا مفيش أداة. اكيد مش أداة. حسب اللي انا بتكلم عنه اختار الاسم. انا بهزر معاك يعني. اختار الاسم او الصفة على حسب الاسم او الموصوف اللي انا بتكلم عنه. يعني انت اصلا لما كنت بتجمع الاسماء تمام بتقول علي يشتغل، علي يعمل محامي ولا محامية؟ علي يكون محامي ولا محامية؟ علي يعمل محامي ولا محامية؟ علي مذكر تبقى محامي، هي تكون محامية. حتى لما كنت بتجمع الأسماء تركز على الموصوف اللي أنت بتتكلم عنه. حلو. هنا برضه نركز على اللي أنا بتكلم عنه علشان أختار، أشوف أنا بتكلم عن إيه وأختار. البورت هي تلبس، سون بوني حل هي البوني أو الكاب أو الطاقية. سون ساك سون ساكادو، يبقى البوني وسون ساكادو حقيبة الكتف أو الظهر قصدي. ساك ادو يعني حقيبة او شنطة الظهر، يبقى دول حاجتين جمع صح؟ والاتنين دول جمع اصلا كلمات مفرد مذكر، لما اجمعهم تبقى كلمة جمع مذكر. اجمعها بالايه بقى؟ هي اصلا اوريجينال كان اخرها ال، تتجمع بالايه؟ نحذف ال ونحط واخرها اكس تبقى الاخيرة اوريجينو تمام. طب هي لو كانت جمع مذكر اختار الاخير. جمع مؤنث بقى اختار الثالثة الاخيرة او اس، وانا لسه قايل لك الحتة دي. سيرفيتمون الملابس جمع مذكر، يبقى لازم تختار جمع مذكر، تختار الأخيرة اس الثانية. نول هذه الملابس تكون نول سيئة. بريفير ويفضل لبونتالون بلو، بناطيل جمع مذكر. حلو. بص كلمة سادة بقى على أساس كلمة البناطيل جمع مذكر اختار سادة بقى الأخيرة اس. اوني لسه أخدنا من شوية. لي باسكت جمع ايه؟ ركز لي باسكت جمع مؤنث. سون تري عشان لو حد نايم اقول لك جمع مذكر. تري يعني جدا. جولي اللي اخرها او اس اللي في الاخر، ليه؟ عشان هم جمع مؤنث والجمع المؤنث اللي اخره او اس هنا. جولي بمعنى جميل. سيت جوب هذه الجيبه. تري تمام. جيبه مؤنث تبقى لازم صفه مؤنث. مين اللي تنفع كلهم؟ الاولى سيري اللي هي الوحيده اللي تنفعهم مؤنث. كور الثانيه قصير مذكر. لارج جمع. جولي الاخيره مذكر. جميل بمعنى مذكر. جولي بمعنى جميل. فاطمه تجد. لجان جمع مؤنث اهو، شاذة كلمة شاذة رغم ان اخرها اس جمع مؤنث اهو، يعني الكلمة اخرها اس وبرضه جمع مؤنث. ترو يعني جدا، صفة هي بمعنى اكثر من تمام او اكتر من. ترو هنا بقى بمعنى اوفر شوية، جميل قوي زي تري كده بمعنى جدا. لجان جمع مؤنث يبقى لازم تختار جمع مؤنث تبقى الاخيرة اس، لا دي جمع مذكر. كورت الاخيرة او اس، سهلة جدا مفيش اي مشكلة. خدنا كل ده وظبطنا لك الدنيا ومفيش اي مشكله. ركز بقى في اللي جاي. صفات الاشاره، ودي حاجه انت خدتها من سنه اولى ترم اول وترم تاني واخدتها في الترم الاول عليك. صفات الاشاره هي ايه؟ سو وست وسي. صفات الاشاره يا باشا 4 حاجات. صفات الاشاره اللي هو هذا وهذه وهؤلاء، 4 حاجات اهو لخصناها في كلمه سوستا بي. صفات الاشاره هي ايه؟ سو وست وسي. سو وست وسي لخصناها في كلمه سوستا بي، افتكرها بكلمه سوستا.
اول واحده سو، هذا للمفرد المذكر اللي بادئ بحرف ساكن. حلو، يبقى السو تيجي مع المفرد المذكر لو بادئ بحرف ساكن. زيها برضو في هذا للمفرد المذكر اللي بادئ بحرف متحرك. هذا للمفرد المذكر اللي بادئ بحرف متحرك. ست اللي اخرها سو مذكر بادئ بساكن. ست فيها تي واحده، مذكر بادئ بحرف متحرك. طب ست امه 2 تي، امه 2 تي يعني ست وعندها 2 تي، عندها ولدين اسمهم تي. هذه للمفرد المؤنث اللي بادئ بحرف ساكن متحرك. ست بقى اللي فيها 2 تي دي هذه للمفرد المذكر، لا المفرد المؤنث اللي بادئ بساكن واللي بادئ بمتحرك. المفرد المؤنث اللي بادئ بساكن ومتحرك. الأخيرة هؤلاء بمعنى سي هؤلاء للجمع المذكر والجمع المؤنث. بس صفات الإشارة هي إيه؟ سو وست وسي. سهلة جدا وما فيهاش أي مشكلة. لخصناها في كلمة سوسته. افتكر كلمة سوسته صفات الإشارة 4 حاجات: 2 مذكر، واحدة بتبدأ بساكن، واحدة متحرك، ست و2 تي مذكر ومؤنث، قصدي مفرد مؤنث اللي بادئ بساكن واللي بادئ بمتحرك، سي اللي فيها اس هؤلاء. مثال سو جارسون، بص ولد مذكر وبادئ بحرف ساكن عشان كده قلنا سو جارسون هذا ولد. طب امي يعني صديق، حلو، بادئ بحرف متحرك تبقى سيت امي فيها حرف الت، هذا صديق. في يعني بنت والبنت مؤنث يبقى اختار ست ام 2 تي، هذه بنت. إليف تلاميذ جمع يبقى اقول سي اخرها اس هؤلاء تلاميذ. سهله ما فيهاش اي مشكله. وانا كمان يعني ما فيهاش، بص هي تافهه، تختار على طول اول ما تجيلك الكلمه تختار. يعني على سبيل المثال جالك مثلا كلمه انوراك، اختار انت بقى، مش ده مثال ونقط. ايه الانوراك ده؟ ايه جولي. الانوراك ده اللي هو سويتر الفرو لو انت فاكر. بقول لك اختار واحده من صفات الاشاره، سو وست وسي. ركز كلمه انوراك سويتر مبطن فرو، بس كلمه بادئه بحرف ايه؟ حرف متحرك، يبقى مذكر وبادئ بحرف متحرك. مذكر المفروض اختار الاولى، بس بادئ بحرف متحرك يبقى اختار ست الثانيه اللي فيها تي. سهله. يبقى انت في الامتحان هتركز على الاسم وتختار على طول. فاضل عندنا تريكتين وناخد الايميل وموضوع وكده خلصنا الدرس. والله خلصنا الدرس. الاثنين دول اسهل من بعض، وفاضل ايميل وموضوع سهلين جدا جدا جدا. اول تريكه فيهم تمام كده طلب الراي، يعني تطلب الراي وترد عن الراي. طلب الراي وترد عن الراي. طلب الراي في اللبس عندنا 3 طرق. يعني ازاي نسال عن الراي في اللبس؟ اول طريقه كيل دي يعني اي او ما، هنا بمعنى ما، الاو اس تي فعل يكون. كيل تون افي سور، كيل تون افي سور، كيل تون افي سور يعني في، افي يعني راي. وتنفع برضو كيل تون اوبينيون، لان اوبينيون بمعنى راي، يبقى سور اوبينيون. يبقى السؤال عن الراي اول واحده ترجمها ما رايك فيه زائد اسم الشيء. عايز اقول ما رايك في التيشيرت. اول طريقه كيل تون افي سور، كيل تون اوبينيون سور. سهله. كيل تون افي سور سيترون، ما يكون رايك في هذا الفستان. سهل. كيل تون اوبينيون سور مونلوك، مونلوك مظهري انا، ايه رايك في مظهري؟ يبقى انا عشان اسال عن الراي تمام كده، اسال عن الراي، وده ممكن تيجي في سؤال مواقف، ممكن تيجي في سؤال قواعد. عشان اسال عن الراي اعمل ايه؟ استخدم كيل تون افي سور زائد اسم الشيء، ما يكون رايك فيه زائد اسم الحاجه اللي انا بسال عنها. او ممكن كيل تون اوبينيون سور. تاني طريقه كومون تو تروف، كومون كيف، تو يعني انت، تروف تجد، كيف انت تجد زائد اسم الشيء، يعني انت شايف ازاي، كيف انت تجد. كومون تو تروف كيف انت تجد سو بونتالون، كيف انت تجد هذا البنطلون، انت شايف ازاي البنطلون ده. سهله وبسيطه. يبقى اول طريقه كيلي تون افي سور، كيلي تون اوبينيون سور. تاني طريقه كومون تو تروف. تالت طريقه اللي هي فعل بونسي، يعني يعتقد او يفكر. هنا مش معناه يعتقد ولا يفكر، التعبير على بعضه اسمها ما رايك فيه. كو يعني ماذا، بونس يعني تفكر او تعتقد. ماذا انت تفكر او تعتقد زائد اسم الشيء ملهاش معنى، عشان كده ترجمه زي اللي فوق، ما رايك فيه زائد اسم الشيء. تبقى كو يعني ماذا، تو انت، بونس دو، كو تو بونس دو، كو تو بونس دو زائد اسم الشيء. اهو كو تو بونس دو سي باسكيت، ما رايك فيه سي باسكيت في الكوتش الرياضي ده، في الحذاء الرياضي ده. سهل. طب لو انت جبت اسم الشيء قدام، يعني الكوتش ده ايه رايك فيه، التيشيرت ده ايه رايك فيه. سهله.
هنا بقى تغير حرف الجر تبقى اون، حرف الجر يبقى اون. عشان كده اقول اسم الشيء الاول لازم على طول اغير حرف الجر، بدل ما يكون دو تبقى اون. وهنا ملهاش معنى، الاون ملهاش معنى. qu'est-ce que tu en penses، qu'est-ce que tu en penses. اسم الشيء ما رأيك فيه. مثال سي باسكت كوتش الرياضة ده والحذاء الرياضي، qu'est-ce que tu en penses، ايه رأيك فيه. سهلة وبسيطة مفيهاش أي مشكلة، خفيفة جدا جدا. وعشان احنا مصرفين الفعل مع تو آخر او اس مجموعة أولى، حذفنا الاو ار اللي هي الاي ار وحطينا الاو اس مع تو عشان لو انت سألت نفسك. يبقى الثلاث طرق بتاع السؤال عن الرأي، عشان لو سألك في الامتحان تسأل عن الرأي ازاي. أول طريقة quel est ton avis sur، quel est ton opinion sur، ما رأيك فيه زائد اسم الشيء. comment tu trouves زائد اسم الشيء، أو qu'est-ce que tu penses de زائد اسم الشيء. طب لو اسم الشيء في الأول qu'est-ce que tu en penses. دي تعبيرات انت مش بتحفظها، انت بتقراها مرة واتنين بس عشان لو جاتلك تبقى انت عارف بس. طيب اللي جاي ده ما بتذاكرش خالص، يعني نهار ابيض يا نهار ابيض ايه ده كله، دي ما بتذاكرهاش، انت بتقراها مرة بس او اتنين عشان تعرف الفرق بينها وبين دي، بين دي وبين دي. مش احنا قلنا ازاي نسأل عن الرأي؟ ازاي يعني نعطي بقى الرأي. اعطاء رأي في الملابس، دوني ان افي سور لي فيتمون. ازاي ندي الرأي في الملابس؟ سهلة. التعبير عن الرأي في اللبس بالاعجاب او الاستياء، يمكننا استخدام التعبيرات دي. يعني انا دلوقتي عاجبني اللبس ده، او انا بحب اللبس ده، انا افضل اللبس ده، ده جميل، ده شيك، عكس ما يكون مش عاجبني حاجه، انا مستاء من الحاجه دي. هتعبيرات الاعجاب جيم، يعني انا احب جيم، انا هقراها بس حتى مش هغنيها ولا هطول عليك فيها خالص عشان ما اطولش وقت الفيديو. تمام. جيم بيان، بيان يعني احب بشده، او بوكو احب كتير، بحب كتير قوي ده. جادور انا اعشق، جو بريفير انا افضل الحاجه دي، عجباني. سا مو بلي، سا مو بلي يعني هذا يعجبني، ده بصراحه الحاجه دي عجباني، بصراحه الموبايل ده عجبني، بصراحه الجيبه دي عجباني. سا مو فا تري بيان، سا مو فا تري بيان يعني هذا يناسبني جدا. هذا رقيق، رقيق يعني سي تري سامبا، سي تري سامبا. سي اوريجينال، اوريجينال يعني اصلي او رائع. سي سوبر، سي جينيال، سي جولي، دول تقراهم مره واحده. جينيال يبقى حاجه عجباك، سوبر حاجه عجباك، سوبر جينيال جولي رائع لطيف جميل. جادور يعني انا اعشق، جيم يعني انا احب. كل التعبيرات باينه اصلا ان انت معجب بالحاجه الفلانيه. يبقى لما يجي سؤال الموقف انت معجب بالحاجه دي، انت معجب بالتيشيرت بتاع صديقك، انت هتقول له حاجه من تعبيرات الاعجاب. طب انت مش عاجبك التيشيرت، شايفه ان هو سيء، حاجه وحشه، يبقى حاجه من تعبيرات الاستياء. ودول هنعكس كل اللي احنا اخدناه يعتبر. جو نيم با انا لا احب، جو نيم با دو تو، با دو تو اللي هي الدي يو بتنطق دو، الدي حرف قوي واليو حرف ضعيف بيضربوا يطلع صوت دو دو. با دو تو يعني ابدا او اطلاقا، مطلقا. جو نيم با انا لا احب، جو نيم با دو تو انا لا احب مطلقا ابدا. جو ديتست انا اكره. حلو، يعني بص باين ان انت بتكره، باين ان انت مش عاجبك الحاجه دي. جو نو بريفير با انا لا افضل. سا مو بلي با، با بص سا مو بلي، سا مو بلي يعني هذا يعجبني. بص بقى سا نو بس هتفصل بس السا عن نو تبقى سا، تمام كده، نو. سا نو مو بلي با هذا لا يعجبني. سا نو ما فا با، سا نو مو فا با دو تو هذا لا يناسبني. هذا رديء، سي موش، موش او نول، نول يعني سيء او رديء او وحش، تافه، رخم. ديمودي موضة قديمة، ديمودي. اوريبل، اوريبل وحش رخم. بوف، بوف يع، اكتب جنبها يع كلمة الاستياء. يبقى انت كده الموضوع ده سهل قوي بالنسبة لك، ما فيهوش اي مشاكل. تعال ناخد القاعدة دي سهلة قوي، ممكن تيجي في الامتحان، ممكن نروضك بيها. وسؤال ثانوية عامة ده برضه امتحانات بيجي في امتحانات ثانوية عامة كتير. نستخدم سي للتعبير عن الرأي ويجي بعديها صفة مفرد مذكر، نستخدم سي للتعبير عن الرأي. واظن انت شفتها من شوية اهو لما كنت بتدي رأيك بتقول ايه؟ سي سوبر، سي اوريجينال، سي جولي يعني هذا جميل، هذا رائع، هذا لطيف، هذا اصلي. فانت بتستخدمها للتعبير عن الرأي ويجي بعديها صفة مفرد مذكر، وحط تحت مفرد مذكر مليون 200 300 ألف خط، حتى لو كان الاسم الموصوف اللي جاي قبلها جمع. مثال سو تيشيرت، التيشيرت ده سو تيشيرت سي انه ديمودي، طبعا انت عارف سي بمعنى انه او انها. موضة قديمة، ديمودي قديم، خلاص يبقى مذكر، التيشيرت مذكر عشان كده اخترت الصفة مذكر، مفيش مشكلة. طب ركز في اللي جايه دي. سي جوب، جوب الجيبات، الجيبات جمع مؤنث، ركز، يبقى المفروض الصفة جمع مؤنث، لا طالما سي الصفة بعد سي دايما مفرد مذكر.
تستخدم سي. بص نستخدم سي للتعبير عن الرأي، بيجي بعديها صفة مفرد مذكر، حتى لو كان الموصوف حاجة اللي احنا بنتكلم عنها جنب تبقى برضه مفرد مذكر. يعني مثلا سي باسكت، باسكت تمام كده، الحذاء الرياضي. سي إنه نقط، وديك في الاختيارات اهو، اختار يا باشا، ركز كده ركز. جولي، جولي اخرها حرف الاو، جولي اخرها اس، جولي اخرها او اس. انت بكل بساطه واحد مش مركز اقول لك باسكت المس يؤكد عليا، قال لي ان اخرها اس يبقى لازم بص الكلمه دي شاذه، رغم ان اخرها اس تبقى جمع مؤنث، يبقى اختار الاخير. لا غلط. لا امال ايه يا ماشي؟ طالما في سي صفه بعد سي دايما مفرد مذكر، تبقى الاجابه الاولى. الحذاء الرياضيه سي جولي انها جميله. خد القاعده دي واوعى تنساها في الامتحان، اوعى الامتحان يغفلك. اخر نقطتين، انت كل شويه تقول اخر نقطتين، ما احنا اتفقنا اخر تريكتين، اخدنا اول تريكه، فاضل ايه التريكه الثانيه؟ الحال. الحال بالفرنساوي حاجه سهله وبسيطه قوي ما فيهاش اي شرح اصلا. تري وبوكو. تري يعني جدا، تري جدا، بوكو يعني كتير. انا مش عارف انا بكتبهم ليه رغم ان هم مكتوبين. بص يا باشا، تري يعني جدا دي، تري بيجي بعدها ظرف او صفه، الصفه اللي هي جميل، ساده، تحفه، شيك، اصلي، رائع، سيء، تافه، اي صفه. اي صفه اول ما تشوف الصفه اختار على طول تخي. تخي اللي هي تري يعني جدا، او ظرف، والظرف اللي هو بيان، وبيان ده بمعنى جيد، وهي اسمها جدا تبقى جيد جدا. تري بيان، تري بيان. يبقى اول ما تشوف صفه او ظرف اختار تري. ايه الحال؟ حاجتين، تري وبوكو، تري وبوكو، تري وبوكو. وزي ما قلت بتوع المنصه بالظبط، ايه الحال؟ حاجتين، تري وبوكو، وقعدت اجملهم كده في الحصه، تري وبوكو. تمام كده، وادينا لهم امثله كتير على الحته ديت. تعالى بقى احنا نطبق احنا كمان. تري يعني جدا، يجي بعدها بيان، اول ما نشوف بيان او صفه نختار. بوكو يعني صفه، لا، بوكو ظرف، حال، بيجي بعدها ايه بقى؟ بيجي بعدها اسم، اسم. اول ما تشوف الاسم لازم تختار بوكو. تعال نحل. جيم، انا احب سو جين، هذا الجين اللي هو بنطلون جينز، ده اسم صح؟ يبقى لازم تختار بوكو. لو بول، بول اللي هو البلوفر، ايه يكون جولي، جولي صفه بمعنى جميل، طالما صفه يبقى لازم تختار تري. il جو هو بيلعب، نوت بيان، بيان جيد صح؟ لازم تختار تري، لان بيان بيجي معاه تري، وتري بيجي معاه بيان. تري بيان اوفر، بيلعب جيد جدا كرة القدم. سيت جوب، البيل فوق، سيت جوب تمام كده. نقط مش يعني رديء او سيء او تافه، صفه صح؟ طالما صفه يبقى لازم اختار تري. سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. الاستفهام، والاستفهام برضو هنا تكمله اللي احنا اخدناه اصلا، مفيهوش مشكله خالص. اول حاجه كومون، ودي احنا لسه اخدينها للسؤال عن الراي او الوصف، للسؤال عن الوصف او الراي. لانتروجاسيون الاستفهام 1 2 3 عم سعيد شحاته. 1 اداه استفهام، 2 3 والرابعه. بص عايزك وانت بتحفظ الاستفهام معايا وانت بتفهموا كده مع بعضينا. اول حاجه اعرف الاداه معناها وليه، بجيبها ليه، بستخدمها ليه، بعرفها ليه. كومون يعني كيف، كومون يعني كيف، كومون يعني كيف للسؤال عن الوصف او الراي. يبقى كومون كيف للسؤال عن الوصف والرأي. لسه أخدنا عن الرأي أهو. لما أقول لك إيه مثلا، جو تروف، أنا أجد سو بنطلون، هذا البنطلون جولي، أنا شايف إن البنطلون ده جولي جميل. يبقى لما أسأل عن الرأي، كومون تو تروف، حط اس هنا، كيف أنت تجد سو بنطلون، كيف أنت تجد هذا البنطلون. يبقى أنا سألت عن الرأي اللي هي كومون تو تروف، لسه أخدنا من شوية، كيف أنت تجد، كيف أنت شايف، أنت شايف الحاجة دي إزاي، شايفها إزاي. طب الرأي خلاص خدناه، الوصف توصف الحاجة. بقول لك سيت روب، هذا الفستان ايه يكون تري لارج، تري لارج، الفستان ده بيكون واسع جدا، تري لارج. فانا عايز اسال كيف يكون، كومون ايه اللي هي الاو اس دي بمعنى يكون سيت روب، كيف يكون هذا الفستان. سهله جدا. يبقى انت في الحالتين بتسال بيها عن كيف، عن الكيفيه، الوصف والراي. كومون ايه، كيف يكون سيت روب، كيف يكون هذا الفستان، كيف يكون هذا الكتاب، كيف يكون هذا القلم، كيف يكون هذا البنطلون، كيف يكون هذا التيشيرت. طب كيف انت تجد، او كيف انت كيف انت تجد، ليه، ازاي انت شايف بس. طب السؤال عن الماده الخام بقى، عندنا حاجه اسمها مما يكون، اون كوا يعني مما يكون، اون كوا يعني مما يكون، اون كوا يعني مما يكون. جميل. مما يكون دي بتسأل عن الماده الخام، اون كوا يعني مما يكون للسؤال عن الماده الخام. مثال، لو ساك، الحقيبه، ايه اون كوير، اون كوير لسه عندنا من الجلد،
يبقى تقول ايه؟ مما تكون الحقيبه. البنطلون من ايه؟ من الصوف. التيشيرت من القطن، يبقى على طول مما يكون البنطلون، مما يكون التيشيرت. اون كوا مما تكون ايه لو ساك، مما تكون الحقيبه. بس اي حاجه فيها ماده خام مما تكون، مما يكون. طب بص اللي جايه دي بقى، ما او اي او ما اللي هي كال. كال بالفرنساوي يا باشا دي متكرره معاك في حاجات كتير قوي قوي قوي. كيو يو، يعني انا نطقت ايه؟ كيو يو ال، اللي هي كيو يو اي ال. بكل بساطه دي بمعنى اي او ما. بتسال عن حاجات كتير قوي، للسؤال عن الراي او اللون، للسؤال عن الراي واللون والماده الخام والسعر ومقاس اللبس ونوعه، والسعر ومقاس اللبس ونوعه. يا نهار ابيض كل ده يا مسيو! للسؤال عن الرأي واللون والمادة الخام والسعر ومقاس اللبس ونوعه. كل ده انا جبتها لك كل حاجه، يعني انا ما رضيتش اجيب لك جزء وجزء عشان لما تيجي بعد كده انت عارف ان هي بتسأل عن الوصف، بتسأل عن اللون، لا وصف ايه قصدي، بتسأل عن الرأي، بتسأل عن اللون، عن المادة الخام. المادة الخام لما اقول ما تكون المادة الخام بتاعت التيشيرت، ما يكون لون البنطلون، موضوع سهل. تسأل عن اللبس، تسأل عن مقاس اللبس، تسأل عن السعر. أي أو ما ليها 4 أشكال، أي أو ما ليها معنيين 4 أشكال، يبقى أي أو ما وليها 4 أشكال، يبقى كل بمعنى أي أو ما. أي لو بيجي بعدها فعل قادر، ما قصدي أي لو بيجي بعدها اسم، أي رياضة، أي كورة، أي تيشيرت، أي رياضة أنت تمارس، أي موبايل أنت تفضل، تمام كده؟ ما لو بيجي بعدها فعل قادر، ما يكون. حلو. ليها 4 أشكال بقى، كل مفرد مذكر اللي آخرها ال، اللي آخرها 2 ال مفرد مؤنث، اللي آخرها اس جمع مذكر، اللي آخرها او اس جمع مؤنث. والحتة بتاعت الاس أنت عارفها جمع مذكر، او اس جمع مؤنث، إلا الشواذ طبعا عشان محدش يتلخبط. كل ال4 نفس النطق، سهل قوي قوي. يعني مثال عايز أقول لك إيه؟ نقط فيتمون، نقط اللبس، تمام كده؟ أنت بريفير، نقط اللبس أنت تفضل. وحطيت لك في الآخر علامة استفهام، دي اس اللي في الآخر دي وعلامة استفهام، وقلت لك في الاختيارات واحدة من إيه؟ من ال4، كل ولا كل ولا كل ولا كل. أنت عشان تحل إزاي؟ ركز. فيتمون مذكر صح؟ اللبس مذكر هتبقى الإجابة الأولى. أي لبس أنت تفضل. طب لو حطيت لك على الكلمة دي اس بقت كده جمع مذكر صح؟ تبقى مين؟ تبقى اللي آخرها اس جمع مذكر. أي لبس أنت تفضل. طب لو اديتك مثال أنت لسه واخده من شوية، نقط، تمام كده؟ تمام كده؟ تون أوبينيون، ما يكون رأيك، أوبينيون. حلو، ركز. سور، في، سو مثلا، سو في هذا، سو تيشيرت، في هذا التيشيرت، سو تيشيرت، في هذا التيشيرت. يبقى أنا عايز أسأل سؤال وهديك كلمة من ال4 وال4 اختيارات، أنت هتركز على الاسم. مين الاسم؟ الاسم أوبينيون. كلمة أوبينيون لسه أخدنا في الأول كلمة مفرد مذكر، تبقى الإجابة كل التانية، تمام كده؟ عشان هي كلمة مفرد مؤنث. كل تون أوبينيون ما يكون رأيك فيه. طب أنا هعمل حاجة حلوة، هشيل الكلمة دي كده وأحط مكانها سور. لا أحط مكانها سور لا حط مكانها افي، قصدي والله اتلخبطت. افي، يبقى كي لي تون افي. هتختار على اساس كلمه افي مذكر تبقى الاجابه كل، عشان كلمه افي مذكر تبقى الاجابه كل اخرها ال. يبقى انت حسب الاسم بتختار الاداه. سهله مفيهاش اي مشكله، صعبه لا سهله خالص. اللي منه الموضوع وبفضل الله خلصنا الحصه بتاعتنا. واللي منه الموضوع تعالى اقول لك ازاي تكتب ايميل الموضوع. بص يا باشا، الايميل في الامتحان هيجيب لك سؤالين. اول حاجه انت ببساطه تعمل ايه؟ ببساطه كده هو بيقول لك الايميلات السوجيهات اللي هي الموضوعات يعني. طيب اول حاجه هو هيحييك بالتحيه اللي هو هيديها لك بنفس الشكل، تنزلها زي ما هو، سالو تقول سالو. طب هنا قال لك بلس، تعالى احنا نكتبها بلس يعني وداعا مثلا، برضه تنزله هنا بلس بنفس علامه التعامل زي ما انا كنت في امتحان ثانويه عامه حطيتها له بالظبط في الجول بالظبط يا باشا. سالو، بونجور، بونسوار، صباح الخير، مساء الخير، اهلا. بس سالو اهلا. بلس وداعا او الى اللقاء تنزلها له، ودي انت بتاخد عليها درجه. بعد كده بيسالك سؤالين. طيب بيسالك سؤالين باداه استفهام، اي او كيف او ماذا
او اين، اي اداه استفهام وبيسالك سؤال بفاعل وفاعل ومفعول وحط تحتها كذا خط، بيسالك بفاعل وفاعل ومفعول. انت بقى لما ترد بالسؤال بكلمه، يعني ايه اللون المفضل ليك؟ الاحمر. عندك كام سنه؟ 15. انت بتحب رياضه ايه؟ كره القدم. والنبي انت فالح؟ لا خالص خالص. لما يسالك بفاعل وفاعل ومفعول ترد عليه فاعل وفاعل ومفعول. لازم تكتب الجمله فاعل فاعل مفعول، ما تكتبش كلمه. تمام؟ بيسالك سؤالين انت بترد عليهم باجابه، تاخد الدرجتين وشكرا على كده، مع السلامه. طيب بص بقى، انت اول بعد كده ما تركز كده ان هو بايه، عرفت انت هترد بفاعل وفاعل ومفعول. عشان تحل سؤال الايميل والموضوع لازم تعكس الفعل والفعل على نفسك. يعني لو قال لك تو بريفير، انت تفضل، قول له انا افضل. قال لك انت تحب، قول له انا احب. ماذا انت تاكل، قول له انا اكل. دور على الفاعل والفعل واعكسهم على نفسك. يبقى انت كده كونت من الجمله الفاعل والفعل والمفعول، جبت الفاعل والفعل، فاضل المفعول اللي هو كلمه. انت شاطر بقى، تزود كلمه 2 3 خلاص، بس بتسهل على نفسك. مثال مثلا بالنص، من غير ما اخد الموضوع خالص. بيقول لك تو ام، انت تحب. مش قال لك تو انت على طول تقول جو يعني انا لسه ما حلتش حاجه والله. ام يعني تحب، صح؟ هتبقى ام بس اخيرا هنا حرف الاو مع الجو. هنحذف هنا الاي، حط ابوستروف عشان بدأ حرف متحرك. تو ام انت تحب هتبقى جيم، انا احب. سهله. طب يقول لك تونا في رايك، هتقول له مونا في رايي. مدرستك، هتقول له مدرستي. النادي بتاعك، النادي بتاعي، وهكذا. لبسك، هتقول له لبسي، وهكذا. طب تعالى بقى نحل مع بعض، نشوف هو قال لنا ايه ونحلها بطريقه اللي انا عاملها. بيقول لك ايه كيسكو، يعني ماذا تون كوبان بورت، ماذا صديقك تون كوبان. تون كوبان بورت. تون كوبان صديقك، قول له مون كوبان. تبقى مون كوبان. قال لك تون كوبان صديقك، اعكسها على نفسك مون كوبان. الفعل فين؟ بورت، يرتدي، صح؟ نزله زي ما هو بورت، تبقى مون كوبان بورت. ماذا كيسكو تون كوبان بورت، ماذا صديقك يرتدي. قول له بقى بيرتدي اي حاجه. انت شاطر وعاوز تكتب كلمه واحده اكتب، عاوز تكتب كلمتين اكتب. طب افكرك بايه؟ طبعا احنا بنكتب بالراحه. فاكر لما كنا بنتكلم عن اللبس؟ لما تيجي تبتدي تتكلم عن اللبس يا حبيب قلبي، احنا لسه هناخد في موضوع الكلام ده. تيجي من فوق لتحت، يعني انزل كده على طول، اتكلم عن اللي فوق وبعدين اتكلم عن اللي تحت. انت مش حافظ كلمات كتير وجات لك كلمه خلاص. طيب انت المفروض تتكلم عن الكلمه اللي هو اللبس، بعد كده لونه، بعد كده خامته، بعد كده شكله ورسوماته والنقوش اللي فيه. هتحس ان في حاجات كتير لو انت فاهم. عشان كده احنا لما قلنا لك وصف اللبس هيفيدك في الايميل الموضوع اهو. طيب بص بقى، مون كوبان بورت يلبس او يرتدي ان جين. جين لو بنطلون جينز، يبقى خلاص انا عكست لك المره دي، ما جبتلكش من فوق عشان انوع لك مره كده ومره كده. دلوقتي تحت هنبدا من فوق. يعني دلوقتي بص، جو بورت ان البس ان تي شيرت. يبقى انت تبدا من تحت تبدا من فوق حسب ما تعوز، حسب ما انت حابب، عشان ما تحسش ان احنا الموضوع ده او الايميل ده صعب وما اعرفش اكتبه. لا الموضوع سهل والله، ما تقلقش. طيب مون كوبان صديقك بورت يرتدي ان جين بلو يعني ازرق، بنطلون ازرق. يبقى انت كده خلاص فاصله. ينزل بقى اون شوميز تمام. هو كان لابس بنطلون، اطلع قصدي اون شوميز وقميص بلونش، عشان قميص مفرد مؤنث استخدمنا بلونش مفرد مؤنث. تمام، ما قلناش بلون، قلنا بلونش. اكارو يبقى انا قلت ايه؟ ده لابس بنطلون بلو ازرق واكتفيت باللون بس، ما وصفتش البنطلون كتير، قصدي جينز. تمام. اون شوميز، القميص بقى قعدت اوصف فيه، قميص لون ابيض بلونش. اكارو كراهات، يبقى اتكلمت عن القميص ولونه وايه الكراهات اللي هو الشكل او الرسومات والحاجات اللي فيه. طيب كمل. بيقول لك ايه تو ام لي مارك، انت تحب المارك. دي انا ما جاوبتش عليها في الايميل. هو هنا سالني 3 اسئله، اللي هو انا حاطط لك 3 اسئله عشان ازود لك. يعني لو كنا في الامتحان بتاعك ان شاء الله اللي هتمتحن عليه اخر السنه هيجيب لك سؤالين بس، ودي حاجه حلوه. تو ام لي مارك، انت تحب المارك، الماركات يعني. تعال نجاوب، تقول وي نعم. اعكس الفعل والفعل على نفسك. قال لك تو انت، قول له جو انا. ام انت تحب، قول له انا احب، وتحط له لي مارك، انا احب المارك اللي اخرها اس، اليو والاي والاسم ما بتتنطقش. انت بتحب الماركات، تحب الهدوم الماركه. طب كمل اخير. ايه يعني واكل ايه تونافي، ما يكون رايك سور سون لوك. سون لوك اللي هو اللوك بتاع صديقك اللي انت كنت بتتكلم عنه. ممكن تقول ايه سون لوك مظهره ايه سوبر، مظهره جميل. حطيت بتعمل ايه؟ هو سالك عن رايك، كليتونا في رايك، فاقول له مظهره جميل، مظهره شيك. طب انت مش حافظ كلمه من بدايه الاعجاب، احفظ كلمه من بتاعه الاستياء.
هات كلمه بتاعت اللي انت مش عاجبك، عادي جدا، سهله جدا جدا جدا. فبعد كده الموضوع ده اسهل موضوع يخليك تقدر تكتب ازاي. لو عايز تتكلم بقى عن وصف اللبس بالذات، لان دايما هيقول لك اوصف اللبس صديقي، اوصف لبسك. ديكري تا توني اللي هو اللبس بتاعك، اوصف اللبس بتاعك. فيتمون اتكلم عن الفيتمون الملابس اللبس. كولور اتكلم عن الالوان اللون. ماتير واتكلم عن الماده الخام. انت ببساطه عشان تتكلم ازاي؟ تجيب اللبس، سواء هتبدا من فوق هتبدا من تحت، تبدا تحكي الحكايه ازاي. انا لابس مثلا تي شيرت، تقول ايه لونه، بعد كده الماده الخام، بعد كده الشكل او الرسومات اللي فيه، بعد كده تنقل على الحاجه اللي بعدها. هتلاقي نفسك كتبت كتير. انت عندك كطالب تانية ثانوي بتعوز تكتب في الموضوع من 20 ل 25 كلمه، سهلين قوي بيجوا بالراحه لما تبقى فاهم. عشان كده انا بفهمك ازاي تحل ببساطه، مش تتعقد. هم شويه الكلمات هتظبطهم، تفهم 3 4 5 نقط اللي احنا اتكلمنا عنهم، هتلاقي الموضوع سهل. يقول لك ايه بقى؟ جو بورت، انا البس ان تي شيرت تمام كده، ان تي شيرت جون، يبقى انا اهو تي شيرت جون اصفر. اون كوتون، الماده الخام بتاعته اون كوتون من القطن. امونج كورت، بكمام قصيره، امونج كورت، وحطيت فصل يعني فاصله كده. وان بونتالون، يبقى انا خلصت اللي فوق اهو، تيشيرت ووصفته ولونه ومادته وكل حاجه. بلو، يبقى البنطلون لونه ازرق. اون جين، البنطلون لونه ازرق من الماده الخام جينز، اون جين فاصله. اون كاسكيت، انا اتكلمت عن الكاسكيت، انت ما كنتش ممكن تتكلم عنها، كنت ممكن تقول التيشيرت والبنطلون، وممكن تنوع بقى تنزل على تحت على الرجل على طول. شوف انت لابس ايه في رجلي، صندل ولا كوتش رياضه ولا كوتشي حذاء كوتشي كوره، ايا كان اللي انت حافظه. حلو، انا طلعت فوق شويه. اون كاسكيت روج، كاسكيت لونها روج، يعني كاسكيتة روج حمراء. اون ساتان، من الستان. كم نزلت تحت خالص اهو. دي باسكيت دي باسكيت نوار، عشان كلمة باسكيت جمع مؤنث، نوار اخرها او اس. اون كوير، من الجلد، وباسكيت حذاء رياضي من الجلد. جادور، انا اعشق لا مود، الموضة. جيم، انا احب بورتي، انا ارتدي، بورتي فعلي ارتدي. دي فيتمون، الملابس. دو مارك اللي هي الماركة، لسه واخدينها فوق بس كانت فوق مجموعة اخرها اس، هنا مارك مفرد. سهلة جدا، كنت ممكن تقول جيم انا احب لا مود، انا احب الموضة. جو بريفير، انا افضل لا مود، الموضة. عاوز تكتبها اكتبها، مش عاوز تكتبها ما تكتبهاش. انا بديك افكار لسؤال الايه الموضوع. وبس كده خلصنا حصتنا بكل بساطة. استنى بقى الحصة الجاية ان شاء الله ما نطولش عليك، عشان تقدر تذاكر وتلم الترم التاني ببساطة. وبالتوفيق يا بطل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش لايك وشير لكل اصحابك اللي محتاجين فعلا المادة، وما تنساش تصلي على النبي وتقول لنا رأيك تحت في الفيديو. احنا عاملين مجهود والدنيا تمام وفهمت ومبسوط ولا لا؟ ولو وصلت لاخر الفيديو اكتب لنا انت وصلت للدقيقة ديت. سلام عليكم، بالتوفيق.